النهارده يا فندم ان شاء الله عندنا الليزر. ايه هو الليزر وازاي بيتكون الليزر والكلام ده كله. وطبعا ده ما يديلكش الفرصه انك تفكر تعمل ليزر في البيت. ايوه يعني ايه، ما تحسسش نفسك بقى ان انت ايه، ان انت كده فهمت كل حاجه عن الليزر. الليزر طبعا مواله كبير قوي ومواضيعه كبير قوي، بس بيديك نبذه مختصره عن حاجه اسمها الليزر. لكن ازاي بقى طريقه التكوين والتطبيق والكلام ده كله، حتى التطبيق برضه يا فندم برضه ايه اللي هو برضه مش هتعرف انت ايه تحققه في البيت الا في معمل او في ادوات ايه معمليه خاصه جدا. امين امين. الليزر ده يا فندم بالنسبه لك، اول واحد قدر اصلا يكتشف الليزر عالم اسمه ميمن، عالم امريكي هو اللي اخترع او اكتشف حاجه اسمها الليزر. والليزر في مجمله يا فندم بالنسبه لك هو ضوء احادي الطول الموجي، يعني هو ده الفكره بتاعته، ان هو ضوء احادي الطول الموجي. وهنعرف ازاي بيطلعوا ضوء احادي الطول الموجي، ويكونوا واثقين كمان ان هو ذو طول موجي ايه واحد. يعني لو احنا بنتكلم على الضوء العادي، الضوء العادي ده اول حاجه لازم تكون فاهمها ان هي يا فندم بالنسبه لك طيف مستمر، طيف متصل، لانه بيحتوي على مدى واسع من الاطوال الايه الموجيه. اما الليزر لا، ده عنده مدى محدود جدا من الاطوال ايه الموجيه. طب مستر ايه هو الليزر دوت؟ قال لك يا فندم الليزر ده اختصار لكلمه كبيره قوي بالنسبه لك يا دكتور، لازم تكون لو انت يعني عاوز تكون عارفها اوكي، مش عارفها عاوز تعرفها برضه براحتك. الليزر ده حرف ال هو اختصار لكلمه لايت، وعندك حرف الايه امبليفيكيشن، تضخيم، يعني تضخيم الضوء. وهتعرف انت مثلا ازاي الطول موجي واحد وازاي بيضخم الضوء. لايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد يا فندم بالنسبه لك. وكمل بقى دكتور الكلمه انت. قال لك باي ستيميوليتد يا فندم اللي هو عن طريق يا فندم حاجه اسمها مستحث، يعني تضخيم الضوء عن طريق ما يسمى الانبعاث. لان طبعا ايه حرف الاميشن يا فندم او مثلا بيدل على كلمه اميشن، وعندك الار اللي هو يا فندم راديشن بالنسبه لك. فقال لك يا مستر يعني انتاج الضوء او تضخيم الضوء عن طريق ما يسمى الانبعاث المستحث، وهو ده فكره عمل الليزر. ايه الانبعاث المستحث ده بقى يا فندم؟ هي دي النقطه اللي احنا جايين عشانها النهارده. ازاي نعمل انبعاث مستحث؟ يعني انت بتحس الالكترون ان هو اصلا يطلع لك فوتونات. طب احنا الحصه اللي فاتت خدنا يا مستر، خدنا الاطياف. والاطياف دي كانت بتطلع ازاي؟ ان في الكترون انتقل من مستوى طاقه اقل لمستوى طاقه مين؟ اعلى، ومره واحده راح راجع، بس هو راجع اداك يا فندم اشعاع ذو طول موجي وتردد ايه مميز، واداك يا فندم ضوء. الضوء ده لما حللناه كان عباره يا اما طيف يا مستر بالنسبه لك كان طيف اسمه طيف انبعاث بالنسبه لك. ده كله حاجه تلقائيه، يعني حاجه ايه طبيعي تحصل، ان الالكترون طلع لفوق فبنضطر ان هو يرجع تاني لمستوى الارض مره ايه تانيه. لكن لما اقول لك يا دكتور انا هجيب لك الكترون هطلعه فعلا فوق بالمنظر دوت، بس انا اللي هجبره ان هو ينزل. ايه ده؟ يعني مش هيلحق يقعد فوق شويه، مش هيلحق، انا هجبره ان هو ايه ينزل. ده اسمه انبعاث مستحث، انا اللي حسيته ان هو يعود ادراجا مره تانية لمستواه مين الاصلي، ولازم يطلع ايه يا فندم فوتون غصب عنه. ركز معايا. فقبل ما نتكلم في اي حاجه يا مستر بالنسبه لك لازم الاول نفهم ايه الفرق بين حاجتين، وهما الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحث. يبقى اول حاجه عشان نفهم اكتر ايه هو الانبعاث التلقائي، وايه هو يا مستر الانبعاث يا مستر المستحث. ايه هو يا مستر الانبعاث التلقائي، وايه هو الانبعاث يا مستر مين المستحث بالنسبه لك يا دكتور؟ طيب الانبعاث التلقائي اللي احنا عارفينه طول حياتنا ان فيها مستر الكترون انتقل من مستوى طاقه رئيسي اقل لمستوى طاقه رئيسي اعلى يا فندم بالنسبه لك. ولما انتقل لمستوى طاقه رئيسي اعلى قعد هناك حاجه اسمها فتره العمر. فتره مين العمر؟ ايه فتره العمر ده يا مستر؟ ده مقدار من الوقت كده كده اي الكترون لازم يقعد فيه هناك، وهو مقدار بيساوي 10 اس سالب 8 ثانيه. يقول لك ده اسمه انبعاث تلقائي. لكن لو انت قبل ما يقعد ال 10 اس سالب 8 قلت له انزل تاني، وهنعرف ينزل تاني ازاي؟ ده اسمه انبعاث ايه مستحث. يبقى ايه الفرق بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحث يا مستر؟ الانبعاث التلقائي يا فندم بالنسبه لك
هو انبعاث يحدث بعد قضاء فتره اسمها فتره العمر، وهي الفتره اللي بيكون فيها الالكترون في مستوى الاثاره بعدما يكتسب مقدار من الطاقه اللي هو عرف باسم الكم او الكوانتم. وطبعا يا فندم لازم تكون فاهم ان كل مستوى طاقه رئيسي له فتره عمر خاصه ايه؟ خاصه بيه. يعني في مستويات 10 سالب 8، في مستويات 10 سالب 3، في مستويات 10 سالب 5، ولكن المتوسط يا فندم فتره العمر دايما يا فندم مقدارها قد ايه؟ 10 سالب 8 كمتوسط عام لكل مستوى الطاقه مين؟ الرئيسيه. ماشي. طب مثلا لما رجع يعمل ايه؟ يقول لك لما رجع بعد فتره العمر طلع لك مين؟ طلع لك فوتونات. كل الكترون بيطلع وينزل يطلع ايه؟ فوتون، يطلع فوتون، يطلع فوتون. طب تخيل بقى يا فندم انت عندك يا دكتور بالنسبه لك ذره واحده؟ لا، انت عندك مثلا مليارات الذرات، ففي واحد طلع لحد مين؟ لحد الثالث، وهو نازل يا مستر هيطلع يا مستر فوتون. فقال لك لقينا ان الفوتونات اللي طالعه دي اسمها فوتونات عشوائيه. فوتونات مين؟ عشوائيه. ليه عشوائيه يا مستر؟ لانها مش طالعه في لحظه واحده، ولانها كمان مش طالعه من مكان واحد. عايز يا دكتور لما يكون ايه مثلا، انا مثلا يا فندم عندي مثلا فريق كوره، وقمت مخبي كل واحد في اوضه شكل في الملعب، وقلت لهم انا انزلوا الملعب، هل هينزلوا بنفس الاتجاهات؟ لا. هل هينزلوا في نفس الوقت؟ برضو لا، لان ممكن تكون تخبيت واحد مثلا في اوضه مثلا بعيده شويه عن مكان موقع الملعب، وواحد تاني في اوضه قريبه، فهتلاقيهم يا فندم طالعين بصوره عشوائيه. الصوره العشوائيه دي يا مستر بالنسبه لك كانت ليه؟ لان هم مش خارجين من نفس المكان، وكمان مش خارجين في نفس الزمان. فعشان كده بيقول لك الفوتونات اللي بتطلع في الانبعاث التلقائي فوتونات غير مترابطه. غير مترابطه لا زمنيا ولا مكانيا. فعشان كده بتسمى الفوتونات الناتجه من الانبعاث التلقائي بالفوتونات العشوائيه. وعشان كده مستر بيكون هناك عشوائيه في ادائها، وهتعرف اثر ده ايه على الضوء العادي لما يكون الفوتونات عندها عشوائيه بالنسبه لك. ايه الالوان اللي عندك كلها؟ رمضان هتقفل الالوان اللي بره. احنا قاعدين في السينما والله. ايه؟ بص يا فندم، الضوء المرئي بيقول لك انا مش عاوز اجيبها فين عشان ما توجعكش. هي فوتونات عشوائيه. يا مستر ليه؟ لان كلها بتنتج نتيجه انبعاثات تلقائيه. لو انت خدت بالك يا فندم كل ما ابعد بعيد يا مستر الاضاءه عماله تتوزع لمسافه اكبر. مسافه ايه؟ اكبر. بص يا فندم كل ما هقرب ايه اللي بيحصل؟ الاضاءه تتركز. فعشان كده مستر عشوائيه هذه الفوتونات خلاها محدوده التاثير بالنسبه للسطح الساقطه عليه. فعشان خاطر يا فندم توسع الاضاءه لازم تبعد يا دكتور المسافه. بس خلي بالك كل ما هتبعد مسافه مصدر الضوء عن يا فندم بالذات السطح الساقط عليه الضوء دوت، ايه اللي يحصل يا مستر؟ هيكون هناك عشوائيه، هناك حاله من حالات التشتيت. لان هي كل ما تبعد يا مستر هي بتتشتت مسافه ايه؟ اكبر. وده اللي يا مستر بيخلي الاضاءه بتضعف كل ما ابعد عن السطح الساقط عليه. لكن كل ما قرب ايه اللي بيحصل؟ الاضاءه يا مستر بتزيد. وعشان كده لقينا كل الفوتونات العشوائيه بتخضع لقانون اسمه قانون التربيع العكسي. قانون ايه يا فندم؟ التربيع العكسي. ايه قانون التربيع العكسي ده يا فندم؟ امين؟ امين؟ المهم يا فندم، فالانبعاث التلقائي يا دكتور بالنسبه لك انبعاث يؤدي الى عشوائيه في الفوتونات، عشوائيه في الانطلاق، وده بيخليها يا فندم بالنسبه لك بيكون هناك تشتيت غير طبيعي لاشعه الايه؟ الضوء. لدرجه بيقول لك يا فندم ان انت لو بصيت لاي مصدر ضوء الضوء بيطلع في حزمه واحده؟ لا، ده بيطلع في صوره منفرجه بالنسبه لك. وده اللي بيقلل شده مين؟ الضوء. واظن وضحت قوي احنا شغالين مع بعض، وضحت جدا لما جبنا يا فندم بالنسبه لك اهو المنظر دوت على طول بقى. امين؟ لما كنا ببعد ايه اللي بيحصل؟ شده الاضاءه يا فندم بتزيد في مسافه معينه، وكل ما اقرب بص يا فندم ايه اللي بيحصل؟ المحدوديه او التشتت اللي بيحصل له يا مستر بيقل بالنسبه لك. وهو ده فكره قانون التربيع الايه؟ العكس. وده كله بسبب ايه؟ انها غير مترابطه. خلاص أنها غير مترابطة زمنيا ولا مكانيا، تخرج في أوقات مختلفة وتخرج كمان من أماكن إيه يا فندم؟ مختلفة. لأن مش لازم يكون نفس يا فندم الإلكترون واصل لنفس المستوى. ممكن في إلكترون طالع المستوى الثاني، واحد طالع المستوى الثالث، واحد طالع المستوى مين؟
الرابع. وبعد انقطاع فتره العمر يا فندم بيرجعوا، وبرضه هم راجعين بيرجعوا لمسافات ايه مختلفه. يعني في واحد بيرجع للاول على طول، واحد بيرجع مثلا لمين، من الثالث للثاني، ثم من الثالث لمين، للاول. فهناك عشوائيه في انطلاق الفوتونات، وده اللي بيخص الانبعاث التلقائي. وعشان كده بيديك مدى واسع، مدى واسع من الاطوال الموجيه يا مستر بالمنظر ده. مدى واسع. بص انت عندك اطوال موجيه كتير، عندك اطوال موجيه ايه كتير بالنسبه لك، وكلها اطوال موجيه شرعيه. يعني يا فندم موجوده بالنسبه لك، ممكن تتركز في حته معينه، بس برضه حتى التركيز ما كانش تركيز فعال. يعني برضه التركيز ما كانش واخد البيك الخطي اللي احنا واخدين ايه عليه. مين بقى اللي هيطلع لي البيك الخطي ده يا فندم؟ الانبعاث مين؟ المستحث، لانه هيديك ضوء احادي الطول الايه الموجي. يبقى الانبعاث التلقائي ده مثلا بيحصل، ده اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا. الانبعاث التلقائي يا فندم بالنسبه لك بيحدث في مصادر الضوء العاديه. الانبعاث التلقائي يا مستر بيحدث نتيجه انتقال الالكترون من مستوى طاقه رئيسي اعلى الى اقل بعد انقضاء فتره العمر، وهي التي تساوي كام يا فندم؟ 10 أس سالب 8. الانبعاث التلقائي بينتج عنه فوتونات غير مترابطه، عشوائيه، لا مترابطه زمنيا ولا مكانيا، وعشان كده بيكون هناك تشتيت في الشعاع الضوئي. هناك يا فندم بالنسبه لك حاجه بيخضع عليها، وهي قانون التربيع ايه العكسي، حيث ان مستر شده الضوء هتتناسب ساعتها دلوقتي عكسيا مع الدي تربيع. يعني كل ما ببعد يا مستر عن مصدر الضوء، كل يا مستر ما شده الضوء اللي بيحصل لها بتقل. كل ما ابعد مصدر الضوء، كل ما شده الضوئيه تقل، وذلك لانفراج شعاع الضوء، وذلك بسبب تشتيت شعاع الضوء، لانها فوتونات غير مترابطه لا زمنيا ولا مكانيا. لكن لو انت جيت بصيت للليزر، ولو انت قعدت تبعد للعمر كله او تقرب للعمر كله، هي نفس النقطه. ولو انت حتى اهو، لو انت بصيت يا فندم اهو، لو انت بصيت اهو، لو المسافه اكبر شويه هي نفس النقطه. ولو انت يا فندم بصيت بالمنظر ده على الشاشه اهي نفس النقطه. ولو انا حتى رحت بعيد اهو، بعيد عنكم كلكم اهو يا فندم، وجيت عملت بالمنظر دوت، نفس النقطه. هي نفس النقطه برضو. انت بالنسبه لك يا دكتور واخد نفس النقطه اهو بالنسبه لك، مهما بعدت ومهما رحت في اي حته هي نقطه ايه واحده. وده يقول لك قد ايه ان شعاع ضوء الليزر يا فندم مركز تركيز تام. وده معناه ان هو مش فوتون واحد، ده معناه ان هو عده فوتونات مشت في اتجاه واحد، في طريق واحد. عارف يا دكتور مفيش فيها عشوائيه، كلها ماشيه في مسار واحد. وده عمره ما هيحصل الا اذا كانت فوتونات الضوء مترابطه زمنيا ومكانيا. طب ازاي مستر يحصل كل الكلام دوت؟ تعالى. اللي يحصل يا فندم، وده كان في الاول صدفه، لكن طبعا قدروا يحققوه. يعني بعد كده قدروا يحققوه يا فندم عشان خاطر يحصلوا عليه دائما وابدا. انا عاوز اعمل في الاخر تطبيق ان انا اعمل قلم ليزر، بس مش الليزر ده يا جماعه دوت. ده في نفس الفكره، ولكن مش ده الليزر اللي احنا بنتكلم عليه. احنا عاوزين ليزر الصناعات، الليزر اللي بيقطع معادن، الليزر يا فندم اللي بيقطع الماس، الليزر يا فندم اللي يوجه الصواريخ والفضاء في الفضاء الخارجي، الليزر اللي بيوجه الاقمار الصناعيه. احنا عاوزين الليزر يا فندم اللي الضوء بتاعه، شعاع الضوء بتاعه بيوصل يا فندم لمسافات الالاف الكيلومترات. ايه ده؟ ومحصولش تشتيت ابدا. ده الليزر القوي. احنا عاوزين ليزر يا فندم بالنسبه لك بيدخل في العمليات الجراحيه، اللي هو بيقطع انسجه وبيلحم انسجه والكلام ده كله. هو ده الليزر احنا بنتكلم عليه. احنا مش بنتكلم على الليزر دوت، ده ليزر، ده ليزر اشاره، ده ليزر اشاره. يعني ده على فكره لو انت بعدت كده مسافه 200 متر 300 متر كيلو متر ممكن اصلا يروح منك، يعني اصلا يروح ما تلاقوش فعلا تاني. لان برضو مهما ده ان شاء الله، يعني التشتيت برضو ما فيه تشتيت، ولكن مش بس هو عمره ما هيكون زي الضوء برضو العادي. ولكن احنا بنتكلم على الليزر اللي ممكن يمتد لملايين الكيلومترات. ايه ده مثلا؟ طبعا. امال انت فكر بيوجهوا ازاي الصواريخ العابره للقارات يا فندم؟ ما عن طريق الليزر. ازاي بيوجهوا يا فندم حرب النجوم؟ ازاي يا دكتور؟ اللي هو يا فندم الحرب الفضائيه والكلام ده كله عن طريق مين؟ عن طريق برضه الليزر. ازاي بيوجهوا يا فندم الصواريخ الطاقه النوويه في مكان محدد؟ ازاي اصلا الطياره بتبقى على بعد يا فندم مثلا بمثلا 200 و300 و400 و500 كيلو متر، وتطلق صاروخ في مكان معين على بيت واحد فلاني بينزل عليه بالظبط؟ ده كله توجيه بالليزر. كل ده يا فندم توجيهات للليزر، ودي كلها يا فندم استخدامات لمين؟ للليزر بالنسبه لك. وعشان كده كان لازم تفهم ازاي يقدروا يعملوا الكلام دوت. قال لك ما فيش غير الانبعاث
المستحث، اللي هو انا طلعت المستوى فوق، مش هنتظر 10 أس سالب 8، لا ده انا هاجبرك تنزل قبل ال 10 أس سالب 8. يبقى هو الانبعاث المستحث يا مستر هو الانبعاث الذي يحدث عندما ينتقل يا فندم الالكترون من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه اقل، ولكن قبل انقضاء فتره العمر، يعني ما لحقش يقعد هناك فتره ايه العمر. يحصل بقى الكلام ده ازاي؟ يقول لك يا مستر نفرض ان يا مستر انت عندك الكترون انتقل يا فندم منين؟ من هنا راح للمستوى مين؟ التاني، ماشي. ده كده بقى الكترون يا فندم مسار، ودي اسمها ذره ايه؟ مساره. والمفروض هناك يقعد 10 أس سالب ايه؟ 8، ولكن ما لحقش. مجرد ما طلع يا فندم في المستوى الثاني وقبل انقضاء ال 10 أس سالب 8 سقط عليه فوتون، سقط عليه يا فندم فوتون. هذا الفوتون خلي بالك بقى، هو كده سقط عليه كام فوتون؟ دلوقتي في فوتون طلعه للمستوى الثاني، وده اسمه فوتون الاثاره. فوتون ايه يا فندم؟ الاثاره ده الفوتون اللي خلى الالكترون ينتقل من مستوى طاقه اقل لمستوى طاقه مين؟ اعلى. لكن هو هناك صدفه لحد دلوقتي صدفه، لكن بقى احنا نحقق الكلام ده ايه؟ احنا نحققه تماما. وهو يا مستر في المستوى الثاني سقط عليه فوتون نفس قيمه الفوتون الاولاني، فاصبح في حوزه الالكترون المسار كم فوتون؟ 2. لانه يا مستر دلوقتي سقط عليه فوتون، فانتقلت يا مستر الطاقه من هذا الفوتون الى الالكترون، فايه اللي حصل له يا مستر؟ بقت طاقته دلوقتي فيها كم فوتون؟ 2. طب حلو، طب ما يطلع لفوق يا مستر. يقول لك للاسف الفروق في الطاقه بين مستويات الطاقه في اي ذره غير متساوي، حيث كلما ابتعدنا عن النواه يقل الفرق في الطاقه بين مستويات مين؟ الطاقه. فطبعا وانت عارف كويس قوي من ايام بور ان الالكترون لكي ينتقل من مستوى طاقه اقل لمستوى طاقه اعلى لابد ان يمتلك حد ادنى من الطاقه، وهو الفرق في الطاقه بين المستويين المنتقل بينهما الالكترون. فعشان كده يا مستر يقول لك هو خد فوتون وداه من الاول لمين؟ للثاني، اللي احنا بعد كده هنسميه اي 0، واي 0 بالنسبه لنا اللي هو المستوى الارضي. مستوى مين؟ الارض بالنسبه لك. يعني هم هيبداوا يسموا بقى يا فندم مش واحد بقى اتنين، لا لا لا، هم هيسموا بعد كده يا فندم دوت اسمه ايه؟ المستوى الارضي. ده المستوى الاستقرار، المستوى يا فندم اللي فيه مستقر، لان احنا مش بنتكلم عن الهيدروجين بقى دلوقتي، احنا بنتكلم عن كل الذرات، لان اصلا الزيزر بيطلع من الياقوت والسيليكون ومن الغازات ثاني اكسيد الكربون والارجون والهيليوم والنيون، كل ده ممكن يديك يا فندم انواع مختلفه للليزر. طب تعالى بقى يقول لك يا مستر هو في المستوى الارضي جاله فوتون انتقل للمستوى الثاني، وهو لسه يا مستر ما انقضاش فتره العمر، جاله فوتون نفس طاقه الفوتون الاولاني. يعني ده لو كان اتش نيو فده برضه مين؟ اتش نيو. فبقى في حدود كام الفوتون يا مستر؟ 2. طب ما تطلع فوق. يقول لك اطلع فوق فين؟ انا عشان اطلع فوق الفرق في الطاقه ده يختلف كلية عن الفرق في الطاقه دوت. فطبعا مش هقدر اطلع لفوق لان مش هيوصلني للمستوى اللي بعده، ده هيوقعني في النص. وطبعا ما ينفعش اقع في النص يا فندم، لان مناطق الفراغ دي مناطق غير آمنة. المفروض ان انا اقعد على السحابة الالكترونية الموجودة لمين؟ لكل مستوى طاقة. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال لك بلاها الشغلانة دي. انا اصلا لما خدت الفوتون ده كنت انا غلطان. يتصرف ازاي الالكترون؟ يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده ايه؟ عن ده. ايه اللي حصل؟ يقوم الفوتون ما يلاقيش مفر غير ان هو يرجع. ما هو بقى عنده 2 فوتون، لا عارف يطلع فوق، وفي نفس الوقت هو اتدبس في الفوتون رقم كام؟ رقم 2، وخلاص امتصه. هيعمل ايه؟ فيقول لك يا فندم انت لسه ما قعدتش الشام نشرب شاي. طيب اشرب شاي يا عم، مش هينفع. يقوم اللي حصل يا فندم يقوم راجع اجباري للمستوى اللي كان فيه مره ثانيه، بس عشان يرجع يفقد الطاقه اللي خدها. يفقد بقى كام فوتون؟ 1 ولا 2؟ 2. ليه 2؟ لان هو في الاول كان اكتسب فوتون انتقل بيه للمستوى الثاني، وهو في المستوى الثاني جاله كمان ايه؟ فوتون امتصه، بس للاسف ما عرفش يطلع بيه للمستوى الثالث. فيقوم عامل ايه يا فندم؟ هيرجع ادراجا، لان خلاص بقت طاقته لا تنفع تكون في الثاني ولا طاقته تقدر توديه لحد مين؟ الثالث. فاسلم حل ليك يا فندم انك ترجع لمستوى مين؟ اللي انت كنت فيه. بس عشان ترجع انت كنت واخد فوتونين، لازم تطلع لي يا فندم بالنسبه لك كام فوتون؟ لازم تطلع لي يا مستر فوتونين. والاثنين يا مستر طاقتهم اكيد متساويه. اشمعنى؟ لان الفوتون الاول كان زي الفوتون مين؟ الثاني. يبقى برضه مستر الفوتونين لما هيطلعوا يا مستر برضه بالنسبه لك نفس الطاقه. بس هو السؤال دلوقتي في لحظه تاخير، يعني في واحد طلع قبل الثاني
ولا الاثنين طلعوا مع بعض؟ طلعوا مع بعض. وطلعوا يا مستر من نفس المستوى الطاقه ولا ما طلعوش نفس مستوى الطاقه؟ اثناء رجوع الالكترون المستوى الاعلى المستوى مين؟ الاقل. فعشان كده بيسموها مستر فوتونات مترابطه زمانيا ومكانيا. زمنيا لانهم خرجوا في نفس الايه؟ اللحظه اثناء عوده الالكترون اللي امتص 2 فوتون دوت الى المستوى الارضي او المستوى الرئيسي اللي كان فيه. طب مستر مكانيا يا فندم بالنسبه لك لان هما الاثنين خارجين يعتبر من نفس الانطلاق يا فندم، من نفس المستوى اللي كانوا راجعين ايه منه خرجوا، فعشان كده بيخرجوا يا مستر فوتونات مترابطه زمنيا ومكانيا متوازيه. يعني الحزمه الضوئيه يا فندم ايه؟ متوازيه وليست عشوائيه. وعشان كده يا دكتور بالنسبه لك لما تشوف قلم الليزر يا دكتور، تشوف قلم الليزر يقول لك ايه؟ قلم الليزر يا فندم بالنسبه لك عامل نقطه واحده. ليه عامل نقطه واحده يا مستر؟ لان مفيش تشتيت، لان هم كلهم يا فندم بالنسبه لك خارجين من نفس الايه؟ من نفس المستوى، خارجين مترابطين زمنيا ومكانيا، خارجين يا فندم بالنسبه لك لهما نفس الطور، لهما نفس ايه؟ الطور. وكلمة لهما نفس الطور يعني ليهم نفس التردد ونفس الطول الموجي، وطبعا اكيد نفس السرعة بالنسبة لك، ما انت عارف ان سرعة الفوتونات مقدار ايه؟ ثابت 3 في 10 اس كام؟ 8. وعشان كده يا دكتور بالنسبة لك خرجوا متوازيين، فما فيش اي تشتت ولا في اي زاوية انفراج في شعاع ايه؟ الليزر. فبيقول لك هيبقى ساعتها لذلك يكون مركز. يعني ايه مركز يا مستر؟ يعني يمتد لمسافات طويله، يعني يا دكتور ممكن على بعد الاف الكيلومترات ممكن تقدر توصل شعاع الليزر بكامل شدته بكامل قوته دون اي فقد ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل فيه. وهو ده يا فندم اللي يميز الانبعاث التلقائي والانبعاث ايه؟ المستحث. فانا بالنسبه لي طول ما انت بتنقضي فتره عمرك يا فندم بالنسبه لك انت بتعمل انبعاث ايه؟ تلقائي، وده اللي بيديك المدى الواسع من الاطوال الموجيه. لكن طول ما انت يا فندم بتعمل انبعاث مستحث خدت ايه في الاخر؟ حاجه لها نفس الطول الموجي ونفس التردد ونفس السرعه. وعشان كده لما ترسم الانبعاث المستحث الاطياف الموجيه اللي طالعه منه يا فندم بالنسبه لك هتكون طالعه هاجد بالمنظر ده. ايه ده يا مستر؟ يقول لك يا فندم كأنه عاوز يقول لك ان فعلا اعلى بيك ممكن تاخده عند طول موجي ايه؟ واحد، وهو ده يا فندم الطول الموجي الخاص بشعاع مين؟ الليزر الخاص بالانبعاث مين؟ المستحث. يبقى مثلا هو الانبعاث المستحث هو انتقال الالكترون من مستوى طاقه رئيسي اعلى الى مستوى طاقه رئيسي مين؟ اقل، ولكن قبل انقضاء فتره مين؟ العمر الخاص به. اما الانبعاث التلقائي هو الانبعاث الذي يحدث يا مستر عندما تنتقل الالكترونات من المستويات الاعلى في الاثاره الى الاقل يا مستر بالنسبه لك، ولكن بعد انقضاء فتره مين؟ العمر. ايه اللي فرق بين الاثنين يا مستر؟ الانبعاث التلقائي بينتج عنه فوتونات غير مترابطه لا زمنيا ولا مكانيا، عشوائيه، عندها زاويه انفراج، عندها تشتيت واسع. لذلك يا مستر يخضع لقانون التربيع مين؟ العكسي، ان كلما ابتعدنا مصدر الضوء عن السطح الساقط عليه هذا الضوء كلما قلت شده مين؟ الضوء. اما هنا يا فندم لا، ده عندك يا مستر الانبعاث المستحث هو الانبعاث الذي يحدث نتيجه انتقال الالكترون من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه اقل، ولكن قبل انقضاء فتره مين؟ العمر يا مستر. فعشان كده بتخرج فوتونات متوازيه متفقه في الطور مترابطه زمنيا ومكانيا، لان خارجين في نفس اللحظه، وكمان يا مستر خارجين من نفس مين؟ من نفس المستوى. وعشان كده مستر هناك تركيز في شعاع الليزر، هناك يا فندم عدم تشتيت في شعاع الليزر، لذلك لا يخضع لقانون التربيع العكسي، لانك مهما بعدت مستوى مصدر الضوء يا دكتور عن السطح الساقط عليه بتاع الليزر عمره ما هيقل ولا هيضعف في الشده ولا عمره هيتشتت ولا عمره يا فندم هتحس ان الليزر مكمل معاك طول ايه؟ طول المسافه مهما كانت المسافات بالنسبه لك اللي انت شغال فيها. هو ده حاضر، هو ده عيني والله حاضر، هو ده اللي بيميز الانبعاث التلقائي عن الانبعاث المستحث. وعشان قال لك ايه؟ فكره عمل الليزر ازاي بقى توصل الماده للانبعاث الايه؟ المستحث، وازاي تعمل انت انبعاث مستحث بالنسبه لك. خد دكتور. ماشي، ده اول فتون. ماشي، خليها عدد، خليها عدد اكبر فرق جزء. ايه اكبر فرق جزء؟ اكبر فرق طاقه. ماشي. ها؟ المفروض يكون طاقته اكبر من الفرق بينهم 3 طلعوا 3 عادي. يا حبيب قلبي، وحتى لو خد الفوتون يا فندم بالنسبه لك اللي هو طلع واحد اتنين هيطلعوا هنا برضه، ما هيقعوا هنا، ما ينفعش. هي الفكره كلها ان انت خلاص وقعته يا دكتور في بين المستويات، ما ينفعش.
فهو مش هيلاقي مفرغ ان هو يعمل ايه؟ بقى عنده طاقه زياده، اصبحت طاقته لا تساوي طاقه المستوى. وفي نفس الوقت لو طلع لفوق هيقع على نقطه بين مستويات مين؟ الطاقه، وده طبعا ده لا يجوز في الذره. في علم الذره لابد ان يكون طاقه الالكترون تساوي طاقه مين؟ المستوى. فيعمل ايه؟ هو ما عندوش غير فرصه واحده ان هو يعمل ايه يا فندم؟ يفقد هذه الطاقه، فيفقد كام فوتون؟ 2. واوعى تقول لي ان كده انت اهدرت قانون بقاء الطاقه، بالعكس. مثلا انت اهدرتها ليه يا حبيبي؟ عشان مثلا هو كان لما طلع لفوق اكتسب فوتون، ولما رجع طلع كام فوتون؟ 2. لحظه، هو اصلا طلع 2 ليه؟ لان جاي واحد من تحت وواحد يطر من فوق، اللي هو فكره يا فندم لان في فوتون تمت اثارته الالكترون بيه، وفي فوتون هو ده اللي يخليه يعود ادراجا غصب عنه الى المستوى الارضي اللي كان فيه. فعشان كده اكتسب فوتونين وطلع كمان يطر فوتون. بس ايه الفرق؟ حاجه واحده، ان الفوتون الاول والثاني هناك بينهم فارق زمني، وهناك كمان فارق مكاني. يعني يا فندم الفوتون الاول جاله هو فين؟ في المستوى الارضي، الفوتون الثاني جاله في المستوى مين؟ الاثار. لكن الفرق الثاني بقى في هذا الفوتون ان الفوتونين طالعين في نفس الزمان ومن نفس المكان، وعشان كده سموها فوتونات مترابطه زمنيا ومكانيا بالنسبه لك. ها شهد، علي صوتك. تمام، ما هو دي الفكره يا دكتوره بالنسبه لك. بص، انا خلاص طلعت فوق وجالي فوتون، انا هضطر اعمل ايه؟ هو يا فندم الفوتون ده اتصدم بالالكترون تصادم مرن. يعني ايه تصادم مرن يا دكتوره؟ يعني كميه الطاقه اللي هتنتقل من فوتون للالكترون قبل نفس كميه الطاقه مجموعهم بعد ايه؟ التصادم، زي ما خدنا قبل كده في كوموتون. وبالتالي وخلاص انا اصطدمت بهذا الالكترون، وده صدفه اصطدام هذا الالكترون، فاديت له الطاقه بتاعتي. فلما خد الطاقه بتاعتي الفوتون غصب عنه عمل ايه؟ فانا اكتسبها. يعني يا فندم معلش، يعني هو انا وقفت حد في الشارع وقلت له هخبط فيك عربيه اوعى تتحرك، اوعى تتحرك، انت بتهزر؟ فهمت قصدي؟ فهي دي الفكره يا دكتور، ان عشان كده اقول لك ايه؟ الالكترون لا يتقبل اي طاقه. كلمه لا يتقبل اي طاقه ان هو منعها، لا هو خدها بس هو ما استفادش منها بحاجه، ما طلعش مستوى ايه؟ اعلى، فبيضطر ان هو يفقدها مره ثانيه ويعود الى مستوى مين؟ الارض مره ثانيه. ها؟ لان لو فتره العمر انقضت يا فندم مش محتاج اصلا اسقط عليه فوتون. طب ما هو هيرجع لوحده. يعني مش فاهم يعني ايه؟ مش فاهم. يا ماما عشان خاطر الفكره كلها عشان يحصل يطلع لي 2 فوتون اجباري. يا جماعه والنبي ركز معايا. ماشي؟ ماشي يا حاجه؟ المهم، ما هو عشان يا فندم يرجع ويطلع 2 فوتون اجباري، لازم يا فندم يكون انا اجبره على الرجوع. هو اصلا لو هو رجع عشوائي ما هيرجع اصلا يديك فوتون واحد، خلاص خلصت. وواحد من هنا كان طالع بعد منه، طلع هنا هيرجع بعد منه عادي، فيطلع برضو ايه؟ عشوائي. فترجع تطلع الفوتونات كلها يا فندم عشوائيه. لكن عشان اخليه ينزل وهو نازل يطلع 2 فوتون مش فوتون واحد، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له. احنا عاوزين نطلع فوتونات كلها متوازيه لبعضها البعض، مترابطه لبعضها البعض بس. لكن فكره ليه؟ طبعا ما هو لو قضى فتره عمره انا مش محتاج اعمل له انبعاث مستحث. طب ما هو هيطلع لوحده. اي الكترون في الدنيا بيطلع لفوق لازم ينزل ايه؟ تاني. طب لما ينزل ايه بقى؟ ينزل بطريقه عشوائيه. ممكن ينزل مثلا يا دكتور من الثالث للثاني ومن الثاني للاول، او ممكن ينزل من الثالث لمين؟ للاول. لكن تخيلي بقى لو انا جبت لك يا دكتور كان هنا اهو، لو انا جبت لك يا دكتور بالمنظر دوت، ادي اهو الكترون كان هنا، طلع يا فندم لمين؟ لفوق بس مش هنا بقى، طلع لكده. طب هو نازل مش في احتمالات كم؟ طبعا. ممكن ينزل ازاي؟ ممكن ينزل هنا ثم هنا، صح؟ لا انا بقى عاوز اخليه ينزل اجباري لهنا على طول. طب اخليه ينزل اجباري هنا على طول ازاي؟ ان انا لو اسقطت عليه هنا فوتون اصلا في البدايه اتش نيو، واسقطت عليه هنا يا فندم برضو نفس الكلام اتش نيو، انا اجبرته ينزل لحد هنا، لانه خد فوتونين بنفس الايه؟ بنفس القوه. فلما يطلع يا فندم بقى يجي ينزل يا فندم ينزل ايه؟ هيديك يا دكتوره بالنسبه لك فوتونين، والفوتونين لازم يكونوا مقدارهم كام؟ اتش نيو. لكن لو رجع بعد فتره العمر يرجع براحته بقى، يرجع على خطوه، يرجع على خطوتين، يرجع دلوقتي، يرجع بعد شويه، خلاص هو انقضى فتره ايه؟ العمر بتاعته. طبعا عشان قانون بقاء الطاقه طبعا.
ده اصلا لازم يكون انبعاث المستحث. ده في سؤال على كده، لا يعد الانبعاث المستحث خرقا لقانون بقاء الطاقه. هو ما فعلا ما بوظش قانون بقاء الطاقه، لان هو خد فوتونين طلع لك الفوتونين. انت عاوز ايه تاني؟ ايه؟ الفوتون طبعا مش بفكر بتسرعه، الفوتون لما اصطدم بالالكترون اداله طاقه، طاقته زادت، فالمفروض يطلع لفوق، لان ما ينفعش يكون طاقه الفوتون تكون اعلى من طاقه المستوى اللي هو فيه. فجاي يطلع بس فوق ما عرفش يطلع، هيقع ما بين مستويات ايه؟ الطاقه. فكان غصب عنه ما عندوش غير حل تاني، مش عارف اطلع، يبقى لازم ايه؟ فانا اجبرته على النزول اجباري، انا اجبرته على النزول اجباري. ما هو خلاص انا طاقتي ما تنفعش تكون طاقه ايه؟ المستوى، لان قطر كل مستوى بيزيد، وبالتالي لما سرعتها هتزيد اكيد طبعا هعمل دورات اسرع، فده هيعمل خلل فين؟ في نطاق الذره. فكان لازم يرجع للمستوى الاصلي ويقول لك يا عم خد الطاقه بتاعتك مش عاوز منك حاجه. امين كده يا دكتور؟ واصل الكلام دوت؟ فهي كلها حسابات كيميائيه كمان للحفاظ على استقرار مين؟ الذره. لا، والسؤال الثاني، هل احنا شفنا الكلام ده؟ لا طبعا. ولكن يا احمد يا اسامه لما اعمل تطبيق وينفعني ان انا اعمل ليزر، واكون قاصد ان انا اعمل انبعاث مستحث، واكون قاصد ان اطلع طول موجي احادي اللون يا فندم بالنسبه لك، ده معناه ان انا كلامي كله النظري اللي انا اصلا ما شفتوش بعينيا كلام مظبوط. هو ده اذا انطبق الواقع بقى على الكلام النظري، يبقى انا كلام النظري يحتمل صواب بنسبه 99%. لكن لو احنا بنقول فيه دوت ما قدروش يعملوا بيه تطبيق الليزر، كنا هنقول الكلام ده صح؟ لا طبعا، الكلام ده ساعتها هيبقى بالنسبه لنا ايه؟ كلام مجهول بالنسبه لنا. زي كلام بور، هو ليه بور قلنا عليه صح في الاخر؟ لان بور ادانا قيم لمستوى الطاقه، وادانا قانون مستوى الطاقه، وعرفنا ليمان وبالمر وباشن وبراكت والكلام ده. فقلنا الراجل فسر الطفل خط الذات الهيدروجين تفسيرا ايه؟ رغم ان هو كان عنده عيوب بس قدر يفسر، لانه نتائجه التجريبيه ادت الى ان فروضه معظمها اصبح ايه؟ صحيح. لما اقول لك رازرفورد كان صح ولا غلط؟ هتقول يا مستر صح. ليه؟ لان نتائجه التجريبيه ادت لكلام منطقي في داخل الذره. طب لو كان كلام اصلا النظري لا ينطبق على النتائج التجريبيه يمين لرازرفورد، كنا هنعرف نتكلم اصلا دلوقتي باللغه ديت؟ لا طبعا. فكل حاجه بتتقال نظري. ليه؟ لان مفيش حد شاف الالكترون، ولا حد يعرف اصلا ايه هي طبيعه الالكترون لحد وقتنا هذا. احنا عارفين عنه هو طبيعه جسيميه ذات طبيعه موجيه، لكن الله اعلم. وشحنته سالب ماشي حلو، وليه سرعه وليه كتله حلو، ده كله كلام جميل. لكن طول ما انت ما شفتش الشيء عمرك ما هتكون خدت كل معلومه تخص الالكترون. اللي انا بقول لك العلم كله بالنسبه لك هيتغير يوم ما هنشوف الالكترون. زي بالظبط كل تصوراتنا عن كل التفاعلات الكيميائيه بلا استثناء اتغيرت لما شفنا تفاعل الجزيئات مع بعضها البعض والذرات مع بعضها البعض عن طريق كاميرا الفيمتو ثانيه. مش عاوز اقول لك كل كلامنا والاكشن ميكانيزم كله اتغير، وسرعات بعض التفاعلات اتغيرت، وقدرنا نتحكم في التفاعلات الكيميائيه اكتر، وتحكمك في التفاعلات الكيميائيه تحكمت في كل البيئه في كل العالم معنى صح. امين؟ امين؟ صعب الكلام ده يا دكتور؟ تعالى بقى. ويجي السؤال المهم، ازاي نطلع ليزر؟ فقال لك عشان تعرف ايه هي مكونات الليزر يا مستر، قال لك هم 3 مكونات. ولكن قبل ما نتكلم على ال3 مكونات لازم تفهم انت ما عندكش حل غير فكره الانبعاث الايه؟ المستحث. يعني اوعى تفكر في يوم من الايام ان في فكره ثانيه، لازم تكون تعمل انبعاث ايه؟ مستحث. طبعا مثلا ناخد ايه هي مكونات الليزر. مكونات الليزر يا مستر بالنسبه لك واحد، حاجه اسمها الوسط الفعال، يعني الماده اللي هتديك الليزر. الوسط الفعال ده الماده هتديك مين؟ الليزر. 2 يا مستر لازم يكون عندك حاجه اسمها ماشي مصادر الطاقه. 3 يا فندم، ما هو مصادر الطاقه ليه؟ هو مين اللي هيعمل اثاره اصلا للذرات دي او الالكترونات تطلع لمستوى طاقه اعلى؟ ما انا عاوز مصادر مين؟ طاقه. لازم يكون عندك حاجه اسمها مستر بالنسبه لك كمان التجويف الرنيني. التجويف يا فندم الرنين. وبالتالي يقول لك الوسط الفعال هنعدد يا معاذ، مش هنصوت يعني، هنعدد يعني ايه؟ اللي هو هنقول بس ايه اسمائهم بس. فانت عندك يا دكتور بالنسبه لك مواد فعاله صلبه زي الياقوت. ايه الياقوت؟ ايوه الاحجار الكريمه. حجر ايه كريم؟
بالنسبه لك بيديك الليزر يا دكتور بالنسبه لك. فالياقوت دوت من الحاجات يا دكتور، الياقوت بقى والمرجان والكلام ده ماشي، الياقوت ده من الحاجات اللي طلع ايه الليزر. عندك شبه موصل زي السيليكون، بولورات السيليكون. عندك يا فندم بعض الليزرات السائله زي الصبغات العضويه المذابه في الميه. صبغات عضويه مذابه في الميه، هو في صبغه في حاجه عضويه بتذوب في الميه اصلا؟ لو كانت معالجه بالملح الصوديومي زي الصوديوم او البوتاسيوم. فعندك يا فندم الصبغات العضويه السائله المذابه في الميه. عندك يا فندم كمان بلورات يا مستر غازيه او من جزيئات غازيه زي ثاني اكسيد الكربون، ومن ذرات غازيه زي الهيليوم، ومن يا دكتور ذرات غازيه متأينه زي غاز الارجون، زي غاز مين؟ الارجون. فانت دي كلها اسمها تعددات لمين؟ للوصف الفعال. يعني انت هتقولي بقى تحفظهم ايه؟ وعلى فكره الكلام ده لازم يتحفظ. يقول لك نوع من انواع الليزرات الصلبه الياقوت، اشباه موصلات السيليكون، غازات متأينة الأرجون، غازات يا مستر بالنسبة لك ذرات غازية غير جزيئات غازية، ذرات غازية يا فندم ازاي يا فندم بالنسبة لك مين؟ اللي هو الهيليوم والنيون. أما جزيئات غازية زي ثاني أكسيد مين؟ الكربون. فخلي بالك من الكلمة اللي بيسألك إيه فيها. طب تعال يقول لك يا مستر، طب يا مستر بعد كده يقول لك مصادر الطاقة، برضه هنعدد مع شوية كلمتين نشرحهم بس. قال لك والله على حسب نوع الوسط الفعال أنا بجيب له مصدر الطاقة. يعني في يا فندم حاجه اسمها مصادر الطاقه التفريغ الكهربي. التفريغ مين؟ الكهربي. يعني انا ممكن اول حاجه اعملها تفريغ كهربي، وده احنا خدناه في تومسون لو تفتكر. التفريغ الكهربي كان بيتم مين يا مستر؟ كان بيتم على الذرات المفرده في حالتها البخاريه او الغازيه. فده ينفع في ليزر الغازات، ليزر مين؟ الغازات اللي هو التفريغ الكهربي. في عندك كمان يا مستر التسخين، برضه يا مستر ليزر الغازات. لكن يا فندم انت عندك كمان غير التفريغ الكهربي والكلام ده، في عندك مصادر الترددات الراديويه العاليه. ايه المصادر دي يا مستر؟ عارف يا فندم بالنسبه لك موجات الراديو؟ موجات الراديو يا فندم بالنسبه لك ديت بيبقى ليها كذا تردد. في عندك زي عارف اللي هو الاي ام والاف ام والكلام دوت، في مصادر ترددات عاليه ومصادر ترددات ايه؟ منخفضه. هما بيستخدموا مصادر الترددات العاليه. لو انت معاك عربيه الاف ام هتلاقي ارقامها قليله، اما الاي ام هتلاقي ارقامها ايه؟ كبيره، ارقام واسعه قوي. دي اسمها مصادر الترددات مين؟ العاليه. هي دي اللي بيستخدموها في بعض مثلا في بعض الاوساط الفعاله كنوع من انواع مصادر مين؟ الطاقه اللي تعمل اثاره نتيجه ان تردداتها عاليه، يعني طاقتها ايه؟ مرتفعه. فعشان كده بتعمل بعض الاثاره لبعض انواع الوسط الايه؟ الفعال. ولكن ده صح غير منتشر. المنتشر التفريغ الكهربي وايه؟ والتسخين في الجزئيه بتاعت مين؟ الغازات. طب عندك ايه تاني يا مستر؟ مصادر الضوء الوهاجه. لو اداك في الكيمياء كده فدني، زي مصابيح ابخره ايه؟ الزئبق، ما ده مصدر ضوء وهاج. يقول لك برضو نتيجه توجيه مصدر ضوء وهاج يا فندم زي الليزرات الصلبه زي ليزر الياقوت، ليزر مين؟ الياقوت. يقول لك يطلع لك برضو يا فندم الليزر، يعني يعمل لك اثاره لوسط مين؟ الفعال. عندك ايه تاني يا مستر بالنسبه لك؟ عندك الطاقة الناتجة من بعض التفاعلات الكيميائية. يعني انت عارف اصلا ان في تفاعلات طارده وتفاعلات ايه موصله، لكن طبعا انت ما تعرفش ان في تفاعلات اصلا بتطلع طاقه اكتر من طاقه الانفجار نفسه. زي تفاعل الهيدروجين مع فلوريد الديوتيريوم. تفاعل مين؟ الهيدروجين مع فلوريد ايه يا فندم؟ الديوتيريوم. لان طبعا دي مواد يا دكتور بالنسبه لك لما بتتفاعل مع بعضها في تفاعل كيميائي بتطلع لك طاقه كبيره جدا بتستخدم في توقيتات معينه وفي ليزرات معينه زي ليزرات مين؟ الصبغات السائله. تمام؟ بتقدر يا فندم ان هي يا فندم تعمل لك برضو اثاره للوسط الفعال وتعمل لك يا فندم الليزر. طب عندك ايه كمان؟ عندك كمان الطاقه الحراريه. الطاقه الحراريه الناتجه عن الضغط الحركي للغازات. ايه ده يا مستر؟ يعني يجيب لك دكتور غاز، يجيب لك غاز والغاز ده مثلا يكونوا هم اصلا مكثفين، يعني جايبين كميه كبيره قوي 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 هنا، ومش بس كده كمان ويضغطوه. فنتيجه الضغط يا فندم جزيئات الغاز بتحتك بايه؟ بعضها البعض. هذا الاحتكاك بينتج عنه طاقه حراريه، فبيستخدموا الطاقه ديت في ان هو برضه يثيروا بعض يا فندم ايه؟ انواع الليزرات المختلفه. فتخلي بالك انت لازم طب تحفظ تعدد، والحاجات دي كلها بتيجي فين؟ في الاسئله وفي في الامتحان كمان. وزي ما قلت لك فصل الليزر كله ب3 درجات، يعني كام في المية؟ 1%. فطبعا انت
كلامه سهل مش صعب مش مستحيل، وفي نفس الوقت محتاج انت ايه تكون مذاكر كل كلمه، وللاسف في جزء بس نظري بيتحفظ كتير قوي زي بتاع الحاجات دي اللي هو وسط الفعال، مصادر مين، الطاقه، زي التجويف الايه الرنيني ازاي بايه انواعه والكلام ده كله. فانت ده اسمه احنا بنعدد، احنا يا فندم بنعدد بس الامثله لا اكتر ولا اقل. طب ايه تاني يا مستر؟ يقول لك يا مستر كمان لازم نفهم ايه هو التجويف الرنيني. والتجويف الرنيني ده يا فندم دي الحاجه المسؤوله عن تضخيم شعاع الليزر. يعني دي الحاجه المسؤوله يا فندم ان انت اصلا تضخم شعاع مين؟ الليزر، وتخلي الليزر ينتج. يعني لولا التجويف الرنيني انت اصلا ما عندكش ايه؟ عندك وسط فعال، عندك مصادر طاقه باللهم كده بيشرب ميتهم. من غير التجويف الرنيني ده انت يا فندم بذاك ما عندكش اصلا ليزر. طب مثلا انت عندك كام نوع من التجويف الرنيني؟ انت عندك نوعين. حاجه اسمها تجويف رنيني خارجي، وحاجه اسمها تجويف رنيني داخلي. الخارجي يا مستر عباره عن ايه؟ والله يا فندم بيجيب لك يا دكتور الوسط الفعال اهو، ويجيب لك هنا مرآتين. فالتجويف الرنيني الخارجي بتكون يا مستر عباره عن مرآتين متقابلتين قصاد بعضهم البعض. المرآتين دول لهم مواصفات، ايه مواصفاتهم؟ واحده معامل انعكاسها 99.5%، وواحده معامل انعكاسها يا فندم بتبقى 98%. قولوا امين. قولوا امين يا عم خلاص. امين. واحده كام؟ 99.5%، وواحده كام؟ 98 يا فندم 98%. فعشان كده بيسموا يا مستر ايه؟ بيسموا دي عاكسه، وبيسموا دي يا مستر مين؟ شبه منفذه. فلما اجي اسالك شعاع الليزر يخرج من ناحيه مين؟ العاكسه ولا شبه منفذه؟ اكيد شبه منفذه. امين. بس برضه هنعرف هيخرج ازاي وهيخرج بأنهي طريقه بالظبط. بس ده اسمه التجويف الرنيني الخارجي، ده المسؤول عن يا مستر بالنسبه لك تضخيم شعاع الليزر، هتفهم برضه ازاي دلوقتي. اما الداخلي يا مستر وده معظمه بيكون في الليزر الصلب زي الياقوت. بيجوا يا فندم بلورة الياقوت يا مستر ويعملوا منها اسطوانه، ويشكلوها بطريقه يعني يعملوها بشكل يا فندم يكون لها كام وجه؟ وجهين. ويقوم يا مستر يطلوا الوجه الاول دوت بماده بحيث يتحقق فيه ان هو عمل معامله مين؟ المرآة اللي هي يا مستر بالنسبه لك اللي معامل انعكاسها 99.5 في كام في المية، فاصبحت ايه؟ عاكسه. ويطلع يا فندم التاني بماده بحيث يحقق لك 98% اللي هي يا مستر مين؟ شبه منفذه. شبه يا دكتور منفذه بالنسبه لك. ده اسمه داخلي لان اصلا مش جايب مرايات، انا خليت الوسط الفعال نفسه هو اللي يعمل وجهيه، يعمل دور المرايات. يعني دهنت انا اللي بطليه بماده تعمل كماده شبه كمرآه شبه مرآه عاكسه، وماده ثانيه تعمل كمرآه شبه ايه؟ منفذه بالنسبه لك. فبرضه لما يطلع ليزر يخرج منين؟ يخرج يا فندم من الشبه منفذه بالنسبه لك. فالخارجي او الداخلي هو هدفهم هدف واحد، تضخيم شعاع مين؟ الليزر. ولكن الخارجي عباره عن مرآتين منفصلتين عن الوسط الفعال، اما مستر الداخلي هم عباره عن مرآتين ولكن اصلا معمولين على الوسط الايه؟ الفعال. يعني هم اصلا يعتبر جزء لا يتجزأ من الوسط الفعال بالنسبه لك. وعشان كده زي انبوبه تومسون والكلام دوت تمام اللي هو في الليزرات الغازيه والصبغات السائله والكلام دوت. اما ده يا فندم طبعا قال لك عشان خاطر ده اصلا ماده صلبه فانا اقدر اتحكم ايه فيها، فممكن اطليها من الجنب ده ومن الجنب ده بماده بحيث يحقق لك معامل انعكاس 99.5% ومعامل انعكاس كام مصر 98 ايه في المية. امين. عددنا المكونات. طيب ازاي اعمل ليزر يا مستر؟ ازاي اعمل ايه ليزر؟ يقول لك اولا اعرف في حاجه كده اسمها الفعل الليزري. الفعل مين؟ الفعل الليزري يا مستر. ايه الفعل الليزري دوت؟ الفعل الليزري قال لك اول تارجت ولازم تكون فكره عمل ليزر رقم واحد الوصول بذرات او جزيئات الوسط الفعال لوضع اسمه وضع الاسكان المعكوس. وضع يا فندم اسمه ايه؟ وضع الاسكان المعكوس. يبقى ايه هو الفعل الليزري؟ الفعل الليزري يا مستر اهو تعريفه هو الوصول بذرات وجزيئات الوسط الفعال لوضع
الاسكان المعكوس. اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو يا فندم وضع الاسكان المعكوس هو الوضع الذي هو الوضع الذي يكون فيه الذرات في مستوى الإثارة أكثر من الذرات في المستوى الأرضي اللي هو المستقر. يعني لوجيك والمنطق أصلا أي مادة في الدنيا إن مثلا تلاقي الذرات، لو هنفترض دي ذرة هتلاقي ذرات كتير جدا في مين؟ في المستوى الأرضي، لكن ممكن تلاقي ذرة أو اتنين فين؟ في مستوى الإثارة. أمين؟ ده الطبيعي على فكرة، ده اللوجيك في أي مادة عامة. حتى لو أنت عامل تفاعل كيميائي، حتى لو أنت أصلا بتسلط ضوء أصلا بالنسبة لك، المفترض يا مستر إن تكون الذرات في المستوى الأرضي يا فندم أكيد أكتر بكتير من الذرات فين؟ في مستوى الإثارة. فيقول لك الوضع ده كده ما يحققلكش ليزر. وما انت عاوز تعمل ايه يا مستر؟ انا عاوز اعمل وضع الاسكان المعكوس اللي هو الغير مألوف. وضع يا فندم الاسكان المعكوس اللي هو الغير مألوف، اللي هو ايه؟ ان انت يا مستر لو انت عندك مستويين بالمنظر دوت، انا عاوز كل الذرات معظمها تكون فوق، واتقبل جدا واحده او اتنين هما اللي تحت. يعني كميه ذرات الوسط الفعال اللي وصلت للاثاره اكتر بكتير من كميه ذرات وجزيئات الوسط الفعال اللي وصلت او اللي فضلت لسه مثلا في مستوى مين؟ الارضي. ده الوضع الطبيعي، فده الاسكان الطبيعي. اما ده الاسكان يا فندم المعكوس اللي هو الوضع الغير مألوف، وده اللي انا عاوزه. وده على فكره لو ما اتحققش انت مش هتعرف تاخد ليزر، رغم ان انت عندك كل امكانيات تكوين الليزر من وسط فعال وتجويف رنيني ومصادر طاقه، بس للاسف انت ما قدرتش توصل لوضع الاسكان يا فندم المعكوس، فبالتالي يطلب بالنسبه لك انت كده اوت بره نطاق الليزر. طب ليه ده كله يا مستر؟ تعال اقول لك بقى. ليه ده كله؟ انت محتاج تكون في وضع الاسكان المعكوس. قال لك والله يا مستر عشان لو احنا قدرنا نوصل الذرات دي يا مستر لوضع الاسكان المعكوس زي ما انت قلت اهو، يعني معظم الذرات فين؟ في مستوى الاثاره، وذره او اتنين او عدد قليل يعني فين؟ في المستوى الارضي مره ثانيه. وانت يا فندم بالنسبه لك طبعا انت عملت، ما انت عشان توصل للكلام دوت انت عملت تعمل اصلا ايه؟ يا اما تفريغ كهربي، يا اما تسخين، يا اما ضخ ضوئي، يا اما مصادر تردديه قويه، يا اما طاقه ناتجه من تفاعل كيميائي، يا اما طاقه حراريه ناتجه من ايه؟ من الضغط الحركي للغازات نتيجه ضغطها. فانت عملت تعمل اثاره، فانت الاثاره اللي انت عملت تعملها ديت وصلت يا مستر ان الوضع اصبح وضع الاسكان المعكوس، كل الذرات في وضع مين؟ الاثاره يا مستر. اما الذرات تحت معظمها فين؟ او بعضها ايه محدود جدا فين؟ في المستوى الارضي. فلو انت يا فندم لسه عمال تشتغل اثاره وهوب جه للباشا دوت فوتون، اتفقنا لو قبل انقضاء فتره العمر وجه لاي ذره يا مستر فوتون، الالكترون ده يا مستر هيكتسب، او الذره دي هتكتسب هذا الفوتون يا مستر، ولكن لن تستطيع انها تطلع بيه ايه؟ لفوق. فاصبح دلوقتي يا مستر الذره دي عندها كام فوتون مكتسباه؟ ما هي كانت تحت بس طلعت ايه؟ فوق بالاثاره، وجالها كمان فوتون يا مستر بالاثاره. فقال لك يا مستر انت كده هتجبرها على انها تعود ادراجا لمين؟ للمستوى الارضي. بس وهي بترجع يا فندم طلع لك كام فوتون؟ 2. لحظه، ادي يا مستر مين؟ ادي 2. خلي بالك انت هنا في ايه؟ التجويف الرنيني اللي هو يا مستر ايه بالنسبه لك؟ اللي هو 99.5 فين؟ في المية، واللي هو هنا كام يا مستر؟ 98 ايه؟ في المية. هل 2 فوتون يقدروا يطلعوا من 99.5% او حتى 98%؟ استحاله. لا دي ولا دي هيعرف يطلع. بس هيحصل ايه؟ يقول لك الباشوات دول يا مستر بالنسبه لك هيخبطوا فين؟ في المرآة اللي هي يا مستر فين؟ اللي هي العاكسه. وخلي بالك دي مرآة عاكسه والفوتونين اصلا رايحين بشكل متوازي، يعني هيرتدوا على نفس خط العمل بالظبط. فلما يرتدوا يا مستر بالنسبه لك مره ثانيه، يعني يا مستر خبطوا ورجعوا مره ثانيه، لسه في ذرات فين؟ في وضع الاسكان مين؟ المعكوس. ايه اللي يحصل؟ الفوتونات دي يا مستر لما تصطاد، وخلي بالك دول هم دول
لما تصطدم يا مستر بذرات في وضع الاسكان المعكوس. وما انت ليه موصل عدد كبير جدا في وضع الاسكان المعكوس؟ عشان لما دول يرتدوا يلاقوا عدد كبير جدا في وضع الاسكان المعكوس، فلما يصطدموا يا مستر بواحده من الاثنين او واحده من الاثنين دول، يصطدموا باثنين من دول ويرجعوا يا مستر، هيرجعوا بالمنظر دوت. الاثنين دول هيبقوا كام دلوقتي؟ 4. ما هو ده عنده فوتون وجاله كمان فوتون، فلما يرجع يطلع لك كام؟ يطلع لك 2. حلو. وده كان عنده فوتون وجاله كمان فوتون، يطلع لك كمان يا مستر ايه؟ يطلع لك يا مستر كمان 2. بقوا كام؟ 4. هل الاربعه يخرجوا؟ برضو لا، ده فوتونات يا جماعه، ده عدد ايه؟ قليل جدا. فتفضل يا مستر الفوتونات دي يا مستر راحت الناحيه الثانيه خبطت، راجعه كام؟ راجعه 4 فوتونات متوازيه ومترابطه. اشمعنى؟ لان يا حبيبي كلهم خارجين من نفس المكان. كلهم خارجين من نفس ايه؟ المكان، فلهم نفس التردد ونفس الطول الموجي، فعشان كده هي مترابطه يا مستر بالنسبه لك، او متفقين في الطور. متفقين فين؟ في الطور. طب هم راجعين لقوا لسه ايه؟ في ذرات فين؟ في وضع الاسكان المعكوس. وده كله يا جماعه بسرعه كبيره ايه؟ جدا. في وضع مين؟ اسكان معكوس. ايه اللي يحصل يا مستر؟ الاربعه خبطوا مع مين؟ 4. الاربعه يبقوا كام؟ 8. ويفضل رايحين جايين يخبطوا فين؟ في ذرات في وضع الاسكان ايه؟ المعكوس. رايحين جايين رايحين جايين الى ان يتم تضخيم الشعاع الضوئي، لدرجه يا فندم ان المرآة الشبه منفذه ما تقدرش تقول لهم هرجعكم كلكم. فيبدا من قوه وشده الفوتونات اللي هو شده الضوء، يبدا يحصل ايه يا فندم بالنسبه لك؟ يبدا يخرج شعاع الليزر من المرآة الشبه ايه؟ منفذه على هيئه خط ايه؟ واحد. ولو انت بتتفرج على افلام اجنبي كتير قوي، يعني لما بييجوا يشغلوا يا فندم اي قاعده ارسال مثلا ليزر ولا حاجه، بياخد كده ثانيه ثانيتين لحد ايه؟ ما بيطلع. البرهة الزمن دي هي دي الفتره اللي بيحصل فيها تضخيم للشعاع مين؟ الليزر، لحد ما يخرج من المرآة الشبه ايه؟ منفذه. لو انت ما حققتش وضع الاسكان المعكوس، ايه اللي هيحصل؟ وهم راجعين مش هيلاقوا حد اصلا، هيفضلوا رايحين ايه؟ جايين، مفيش حاجه تخرج. لكن يا فندم طول ما انت محقق وضع الاسكان المعكوس، على فكره انا عم بس ده مثال بسيط، لكن هنا واقف هنا ايه؟ مليارات الذرات. واقف يعني واقف ايه؟ واقف في وضع الاثاره مين؟ مليارات الذرات. انت ما بتتكلمش على ذرات قليله، انت بتتكلم مليارات الذرات يا كمال بالنسبه لك في وضع الاسكان مين؟ المعكوس. فلما تخبط الفوتونات دي في ذرات في وضع الاسكان المعكوس، على طول بتهبط يا مستر، وهي بتطلع وهي بتهبط دي كام فوتون؟ 2. فلو انت عندك 8 فوتونات خبطوا في 8 ذرات في وضع الاسكان المعكوس، طلعوا كام فوتون؟ 16. ولو عندك 16 طلعوا كام؟ 32. و32 كام؟ بعض تضاعف مستمر. انت تخيل بقى يا دكتور ده كله بيتم في قد ايه؟ سرعه الضوء كام؟ 3 في 10 اس 8 في نطاق قد ايه؟ نطاق قد ايه؟ ضيق قوي. انت عارف يعني 3 في 10 8؟ يعني 300 مليون كيلو متر في الثانيه. يعني رقم اصلا عيب قوي لما تقول ناخد وقت. مش هياخد وقت يا حبيبي، الموضوع ده ايه؟ سريع وسريع جدا فوق تخيل. وكل ده بيحصل يا فندم لما تكون في وضع ايه؟ في وضع الاسكان المعكوس. بس لسه لحظه، بس افرض كلهم رجعوا لحظه وانت بطلت تسخين وانت بطلت تفريغ، ما هو يا فندم اللي رجع هيرجع يطلع ايه؟ تاني. هيرجع يطلع ايه؟ تاني. فعشان كده دايما هتلاقي معظم الذرات في وضع الاسكان ايه؟ المعكوس، طول ما انت مشغل شعاع يا فندم الليزر بالنسبه لك. بعدين والله كنت عارف ان هو والله كنت عارف اسال السؤال ده. يا ولا يا ولا الله يخرب بيت سنينك، دي انبوبه. الانبوبه دي الذرات المثاره عشوائيه عادي، بس هي في وضع الاسكان، بس هو في وضع الاثاره. يعني هي في وضع الاثاره، يعني الذرات المثاره والذرات الغير مثاره مع بعض في حته واحده يعني. بس انا بس بقسمها لك كمستويات طاقه يعني. فهي راجعه. هو قصدي ايه اللي هيوديها هنا؟ لا يا مفيش قصدي كده. ده هو راجع، ده هو راجع على فكره. مش هو بس اللي فكر كده، والله ما هو بس، وعهد الله ما هو بس اللي فكر كده، لان قسما بالله السؤال ده بيتكرر من 2019. هو ازاي مثلا طلع لفوق؟ مش قصدي كده يا جماعه، انا قصدي اقول لك ايه؟ ان الذرات دي منها في حاجات في وضع الاثاره وفي حاجات فين؟ في مستوى الارض. بس مش معناه ان هي فوق وتحت كده، لا، هم كلهم عشوائيين يا فندم. فلما ده بيخبط في اي ذره في وضع الاثاره يا فندم، ذاك لما يجي ينزل تاني يا فندم وبرضه هيفضل برضه في نفس المكان في نفس الحيز، هيخرج كام فوتون؟ 2.
واصل بس. راح كده. انت لو ريت راح كده فين؟ وربنا ما فاهم. حقك علي والله العظيم ما فاهم. ازاي طلع ونزل راح كده؟ يعني مش فاهم. ليه راح كده يعني؟ لا ما نروح كده عادي، ايه المشكله؟ مش هيحصل. امال يعني على فكره فعلا ممكن وهو نازل يروح كده عادي، بس في الاخر يا دكتور بيحصل تضخيم جامد جدا في جزء يا فندم من الاشعه بالنسبه لك هيطلع برده من الاشعه شبه منفذه. ها؟ لا اصل الفوتونات اللي طالعه دي يا دكتور بالنسبه لك طالعه فوتونات عشوائيه، تمام؟ فوتونات ايه؟ عشوائيه. انا بفهمك الفعل الليزري، لكن جوه التطبيق هنفهم حاجات ثانيه خالص. تستني بس عليا خلاص فهمت سؤالك، لحظه واحده هتفهم كل قصدي من الكلام ده. لكن انا بس بفهمك ان الفوتونات بالنسبه لك اللي طالعه هيحصل لها تضخيم ازاي؟ عن طريق الانعكاس، عن طريق مين يا فندم؟ الانعكاس. لكن هل هي طالعه بالمنظر ده بس؟ لا هنفهم حاجه دلوقتي. انا بس بفهمك فكره العمل، لكن اصلا التطبيق لسه هنخش عليه. امين؟ هناخد ليزر اسمه ليزر الهيليوم نيون، ليزر هيليوم ايه؟ نيون. خلي بالك بس على فكره. الليزر الهيليوم نيون اشمعنى اختاروا لكم بالذات؟ ان ده ليزر يقع في نطاق الضوء المرئي. ايه ده قصدك ايه؟ في ليزر فوق بنفسجي ما بتشوفوش، وفي ليزر انفراريد ما بتشوفوش. يعني انت ممكن يا فندم تتبخر وانت مش عارف اتبخرت ليه. يا دكتور هيواجهوه ازاي ده؟ تجرب ايه؟ تتبخر؟ بشرع عنك يا عم. حبيبي حبيبي على فكره يا عم، بشرع عنكم يا عم، بتهزر ايه؟ موجود والله يا جدعان، والله العظيم موجود. انت عندك ضوء، عندك ليزر مرئي وليزر فوق بنفسجي وليزر اشعه تحت حمراء دلوقتي. فانت عندك كل انواع الليزر، وبدا يغطي اماكن مختلفه من الطيف المرئي والغير مرئي. هيبقى له ده فيها في ليزر. لحظه بس لحظه بس، وانت يا فندم الليزر انت عاوز تعقم بيه المواد الغذائيه، ما هو ده ليزر ايه يا فندم؟ فوق بنفسجي. ولو انت عملته بقوه معينه يا دكتور بالنسبه لك، لو انت عاوز تعمله بقوه معينه هيوصلك بالقتل والحرق يا فندم. ان الاشعه بتكون قويه جدا، طاقه عاليه جدا. امين؟ فيا جماعه بالله كل حاجه بقت مش انا بقول على فكره برضه، مش انا بالف عشان بس كام واضح. مكتوب عندك والله في اول صفحه، مكتوب عندك والله في اول صفحه، مش انا اللي بقول يا ده كتب، مكتوب عندك في اول صفحه خالص. لما الحاج ميمن قال لك ايه يا فندم؟ قال لك اهو مناطق عديده من الطيف المرئي والغير مرئي، فوق بنفسجي، وعندك الاشعه تحت حمراء، وعندك يا فندم كمان اللي هي الاشعه المرئيه. بس طبعا لما اجي اشرح لك تطبيق اكيد مش هشرحه لك على حاجه انت ما بتشوفهاش، اكيد هنشرحه على حاجه اسمها الهيليوم نيون. ونصل ايه الليزر الفيشنك ده؟ ده يا جماعه لا هيليوم نيون ولا اي بتنجان، ده حته جهاز يا فندم بالنسبه لك فيه كده جوه كده شريحه رقيقه جدا من ازاز تعبان مش لازمه، تمام؟ بيعمل ايه؟ بيحلل بس الضوء، بياخد لك منه الضوء الاحمر لا اكتر ولا اقل بس. فعشان كده في ليزر اخضر وفي ليزر احمر. يا بختهم. قال لك بقى يا فندم اعمل ايه؟ تطبيق. نكمل بقى يا دكتور الشغل بتاعنا. قال لك هنعمل تطبيق ازاي نطلع ايه؟ ليزر. بتاع الراجل قال لك كان لازم ناخد ليزر في نطاق الضوء المرئي، وطبعا كان ليزر مين؟ الهيليوم نيون. ليزر مين؟ الهيليوم نيون. وازاي مثلا بيتكون ليزر هيليوم نيون ده يا مستر؟ اكيد من هيليوم، واكيد من ايه؟ من نيون. ولكن الهيليوم والنيون موجود بنفس الكميه؟ لا طبعا، هيليوم ونيون موجود بنسبه 10 إلى 1 على الترتيب. يعني كل 10 ذرات هيليوم قصادهم ذره واحده ايه يا فندم؟ نيون. كل 10 ذرات هيليوم قصاده كام واحده يا مستر؟ نيون. هي ذره واحده يا فندم؟ نيون. هتعرف ايه دور الهيليوم دلوقتي، واشمعنى هيليوم ونيون اصلا من الاساس، يعني اصلا في الاساس كده اشمعنى اصلا الهيليوم والنيون. بس مبدئيا بيجيبوا مصر امواج زجاجيه من الكوارتز. زجاج اسمه مصر زجاج مين؟ الكوارتز. بالنسبه لك المفروض اصلا دي اصلا تبقى مجسمه، يعني تبقى 3 دي، لان اصلا يا فندم دي بتبقى عباره عن ايه يا فندم؟ بتبقى عباره عن اسطوانه بالمنظر ده كده متوازي مستطيلات، والحته دي يا فندم او الطرفين دول طرفين التوصيل بالدايره اللي هتعمل ايه يا فندم؟ اللي هتعمل اثاره للجزيئات الوصف اللي جوه. امين؟
يعني ده فرق الجهد اللي هينطبق هنا، ده الموجب وده ايه السالب. وطبعا انتوا كمان بيعمل لك ايه يا فندم؟ بيحط لك هنا مستر ذرات مين؟ الهيليوم والنيون زي ما قلت لك يا مستر بنسبه كام؟ 10 إلى 1. وبيجيب لك يا مستر بالنسبه لك اللي هي مين ديت يا فندم؟ اللي هو التجريف ايه؟ الرنيني الخارجي، واحده عاكسه والثانيه برده شبه ايه؟ منفذه. بس بيخلي الضغط الغاز جوه يا دكتور تحت ضغط قد ايه؟ 6/10 ملي متر مين؟ زئبق. امين؟ دي التكوينات. يبقى هيليوم نيون 10 إلى 1، ضغط يا مستر جزيئي جوه يا فندم 6/10 ملم زئبق. ودي حاجه شبيهه بايه؟ بانبوبه تومسون. بانبوبه يا فندم تومسون بالنسبه لك. ماشي. 2 يا مستر، يقول لك اشمعنى الهيليوم والنيون بالذات؟ يعني اشمعنى بس الغازات الهيليوم والنيون اللي جبنا منهم الليزر دوت؟ قال لك لان هيظهر لك دلوقتي مستوى جديد اسمه مستوى مين يا مستر؟ الشبه مستقر. وايه مثلا اللي يفرق عن مستوى الشبه المستقر عن مستوى الاثاره؟ يقول لك مستوى الاثاره كالكترون اخره يقعد فيها يا فندم 10 أس 8 ثانيه. زي كده ما تروح لعمتك تقعد اخرك 10 أس 8 ثانيه وفكيك، وما بتروحش الا لما ابوك يقول لك روح ودي الطلب ده لعمتك. هو لازم روح يا ابن تمام، دي غصب عنك. لان في الغالب ما حدش بيحب عمته. امين امين. انا قلت في الغالب، لكل قاعده ايه؟ شواذ. لكن لو امك ولكن لو امك قالت لك ودي الطلب ده لخالتك شويه، سلام، خالتي وبنت خالتي، عناية لخالتي وعناية لمين؟ لبنت خالتي. امين. ايوه ما انا فاهم الحوارات دي والله، ده انتوا اشكال ضاله والله. تعال. فطبعا بطلي نمي يا بنت اسماء، بطلي نمي يا اسماء. المهم فالمهم اللي يحصل يا فندم بالنسبه لك، فطبعا تقعد هناك بالنسبه لك مستوى الطاقه شبه ايه؟ مستقر. تقعد قد ايه؟ تخيل 10 أس سالب 3 ثانيه. وده رقم بالنسبه لك كبير جدا. انت بتتكلم 5 أضعاف رقم الاثاره العادي، اللي هو رقم الوضع الزمن في الاثاره الايه؟ العادي. فقال لك اشمعنى هيليوم والنيون؟ قال لك ان الهيليوم يا مستر بيبقى عنده كام مستوى؟ مستويين 2 لان اسف يا مستر اللي هو اصلا عنده كام مستوى؟ 1 اللي هو مين؟ 2. اما النيون يا مستر عنده كام مستوى؟ ده عنده مستر مستويين 2 كام؟ 8. لقينا ايه بقى يا فندم؟ لقينا مستوى الاثاره الثاني ومستوى الاثاره الثالث اللي موجودين في الهيليوم او النيون. يعني ده الهيليوم المستوى الثاني، وده مستر الاثاره في النيون المستوى كام؟ الثالث. الاثنين دول بالنسبه لك مستويات طاقه شبه مستقره، لان هم اصلا متقاربين في الطاقه. متقاربين فيها يا فندم في الطاقه. لما حسبوا طاقه المستوى الثاني في الهيليوم وطاقه المستوى الثالث في النيون بقوانين غير قوانين الطاقه بتاعه ذره الهيدروجين. يعني مش سالب 13.6 على ان تربيع، كل واحد ليه القانون بتاعه. عشان كده فاكر لما كنا بنقول لك بعض الحقائق العلميه، كلما ابتعدنا عن النواه ازدادت طاقه المستوى، وكلما ابتعدنا عن النواه قل الفرق في الطاقه بين مستوى الطاقه. ولكن هل طاقه المستوى الاول في ذره يتفق مع طاقه المستوى الاول في ذره اخرى؟ لا. هل الفرق في الطاقه بين كل مستويين في ذره بيتتفق مع الفرق في الطاقه بين نفس المستويين في ذره اخرى؟ برضه لا. هناك حقائق علميه وهناك يا فندم قواعد كيمياء ثابته. يعني يا مستر لقينا حتى شو طاقه المستوى الثاني في الهيليوم تتفق مع طاقه المستوى الثالث يا كريم، مع طاقه مين؟ المستوى الثالث في النيون. وده يعرفك قد ايه ان مستويات الطاقه يا فندم مختلفه عن بعضها البعض تماما من ذره الى ذره. فاوعى تطبق لي هنا قانون سالب 13.6 عن ان تربيع. ده قانون يخص مين فقط؟ الهيدروجين، وما يخصش غير الهيدروجين بالنسبه لك. امين امين. فقال لك مثلا طب هستفاد بايه بمستوى الطاقه ان يكون الثاني في الهيليوم يتفق مع الطاقه في الثالث فين؟ في النيون يا مستر بالنسبه لك. ويا مستر ويسموها كمان مستويات شبه مستقره، يعني الالكترون فيها بيقعد مرحرح كده زمن قد ايه يا مستر؟ 10 أس 3. طب ده يديك ميزه جدا، ده يديك فرصه جيده جدا انك تعمل انبعاث مستحث.
لان كل ما الالكترون يقعد هناك فتره كبيره يبقى انا عندي فرصه اديله كمان فوتون عشان يحصل له انبعاث ايه؟ مستحث، عشان ما يفلسعش ويجري على طول على المستوى الثاني الارضي. لا، ده هو بيقول اهو انا قاعد مستني كمان فوتون ايه؟ يجي لي. مده زمنيه قويه جدا يا جماعه، 10 أس 3 ثانيه، يعني 1 من 1000 ثانيه. يعني اصبح رقم تحس ان انت حاسه. لكن 10 أس سالب يا فندم 8 ده رقم استحاله انت اصلا تفكر ان انت تشعر بيه في يوم من الايام. امين؟ فعشان كده كل ما كان فتره العمر بالنسبه لك كبيره في مستوى الطاقه يا مستر بالنسبه لك، كل ما كان عندنا فرصه جيده جدا ان احنا نعمل انبعاث ايه؟ مستحث، لان بدي لنفسي فرصه ان انا اديله كمان فوتون عشان يحصل له انبعاث ايه؟ مستحث. واصل الكلام ده يا دكتور؟ طيب مثلا ايه اللي بيحصل بقى يا فندم؟ يقول لك فعلا انت بتعمل تسخين والكلام ده مثلا في الاول تسخين قوي جدا او تفريغ كهربي قوي جدا لانبوبه الكوارتز دي يا مستر، عشان تحقق اهم حاجه وضع الاسكان المعكوس. وضع مين؟ الاسكان المعكوس. ولكن هو مين يا فندم بالنسبه لك اللي هيقدر يحصل له وضع اسكان معكوس قبل التاني؟ الهيليوم اكتر ولا النيون؟ قول عادي، خايف من ايه؟ الهيليوم. اشمعنى؟ لان الهيليوم 10 اضعاف مين؟ النيون. انت بتتكلم لو انت عملت اثاره لذره نيون هيبقى قصادها اثاره لكام ذره هيليوم؟ على الاقل 10 ذرات، لان اصلا انت جايب نسبه الهيليوم اكتر من النيون. ورغم ذلك تعرف الليزر بيطلع من مين؟ من نيون. مش بس كده يا احمد، هو احنا قاصدين اصلا ان الطاقه او الضوء اللي يطلع من نيون، لان هو ده اللي هيديك ضوء في منطقه الضوء المرئي. ده رقم واحد. رقم اتنين انا اصلا جبت الهيليوم مع نيون مش عشان هو هيفيدني في الليزر اصلا، ده انا جايبه عشان حاجه تانية، عشان يساعدني في تحقيق وضع الاسكان المعكوس لمين؟ للنيون. ازاي بقى؟ تخيل كده بالنسبه لك انا اصلا عامل ايه؟ عامل طاقه كهربيه، وانا عندي يا مستر الاحمر ده ذرات مين؟ ده كده ذرات نيون اللي هو القليل، والازرق ده يا مستر مين؟ ذرات مين؟ هيليوم. امين؟ ولو انت عاوز تزود تاني كمان زود، ده انت المفروض اصلا تعمل 30 واحده قصاد ايه؟ الثلاثه دول. امين كده يا دكتور؟ تعالى بقى. وعملت اثاره للاثنين، والاثنين حصل لهم اثاره. بالله عليك يا اخي، قوه تصادم دلوقتي لما ده يا فندم يصادم من بعض، مش تصادم ده مع ده هتكون احتمالات قويه جدا؟ ده اكتر حتى من تصادم ده مع ده مع بعض. الاحمر مع الاحمر هيبقى احتمالات تصادمه اقل بكتير من تصادم الازرق مع الاحمر. طب هو لو الهيليوم اصطدم او ذره الهيليوم اصطدمت بذره النيون تعمل ايه؟ اكيد يا فندم لو كان النيون لسه مثلا ما وصلوش طاقه، طب ما الهيليوم هيدي طاقه لمين؟ للنيون. هيقوم بعته فين؟ لمستوى صار، لان كل الطاقه اللي راحت للهيليوم هتروح لمين؟ للنيون. طب لحظه، تخيل بقى انت عندك طاقه كهربيه بتعمل اثاره لمين؟ للنيون، وكمان عندك عامل مساعد قوي جدا وهو اصطدام ذرات الهيليوم اللي كانت خلاص وهي طالعه لمستوى الاثاره اصطدمت بمين؟ بالنيون اللي هو لسه اصلا ما وصلوش طاقه من انبوبه الزجاج اللي هي بتاعت مين؟ الكوارتز. انا كده عليت من احتماليه ايه؟ عليت من احتماليه ان كل ذرات النيون بالنسبه لك تكون فين؟ في وضع الاسكان المعكوس. فهدف وجود الهيليوم هو مساعده انبوبه الكوارتز والتفريغ الكهربي ان هو يوصل النيون لوضع الاسكان مين؟ المعكوس، عشان يضمن لك ان انت حققت اول حاجه الفعل الليزري. الفعل ايه؟ الليزري. امين؟ امين يا دكتور؟ ده مش بس كده، تعالى بقى. وانت اصلا بتطلع النيون فين؟ في وضع الاثاره. الاحمر دايما هيبقى مين؟ النيون، او طلع في وضع مين؟ الاثاره بالنسبه لك. وطبعا بقى زي ما قلت لك كتير جدا، احنا بس بنرسم ايه؟ عدد قليل يعني. وعنده كام واحده يعني لسه موجودين فين؟ في وضع الارض مش فارقين معايا، انا اهم حاجه قلبت الوضع، بدل ما كلهم كانوا في الارض لا كلهم بقى فين؟ في وضع الاثاره. وعندك يا مستر الهيليوم بالنسبه لك، على فكره الهيليوم برضو خلي بالك في وضع مين؟ في وضع برضو اثاره، لان برضو كميته ايه؟ كبيره جدا، بس اثارته جايه اكتر من مين؟ من انبوبه التفريغ يا فندم الكهربي. وطبعا يا فندم بالنسبه لك دوت مين؟ دوت يا مستر كده اهو، دوت يا فندم بالنسبه لك اللي هو النيون، وده مين يا مستر؟ الهيليوم بالنسبه لك. تعال،
وادي يا مستر بالنسبه لك مين؟ ادي المستوى الارضي لسه برضو عنده شويه ذرات. السؤال دلوقتي، لو انت يا فندم دلوقتي حصل يا فندم لسه ما حصلش انبعاث مستحث، ما حصلش انبعاث ايه؟ مستحث، وده اللي بيحصل فعلا. يعني مثلا ما بيحصلش انبعاث مستحث لان هما الاثنين خلاص في وضع مين؟ الاسكان المعكوس. وبدأوا ان هم يرجعوا، بدأوا ان هم ايه؟ يرجعوا، ماشي. ده بيرجع فعمال يطلع لك ايه؟ فوتونات بنسميها فوتونات ايه؟ عشوائيه في جميع الاتجاهات. فوتونات يا فندم عشوائيه في جميع مين؟ الاتجاهات. وده برضو لما بيرجع برضو يعمل لك ايه؟ فوتونات عشوائيه ايضا في جميع مين؟ الاتجاهات. صح يا دكتور؟ بالمنظر دوت. ده انبعاث تلقائي، بس خلي بالك انت مشغل تفريغ كهربي وشغال برضو الهيليوم عمال يخبط في النيون، فحتى لو ذرات النيون رجعت في عندها حاجتين بيطلعوها تاني ايه؟ لفوق بسرعه، وبرضو الهيليوم عمال يطلع برضو ايه؟ بفوق بسرعه. فهم الاثنين بيطلعوا مستر فوتونات عشوائيه، مش ده الليزر صح؟ بس من ضمن الفوتونات العشوائيه ديت اكيد فوتون. كلام غلط، كلام غلط اصلا. فوتون ايه؟ ده اكيد يعني اتنين، غلط برضو. يا شيخ اقول لي اكيد 1000 فوتون هيطلعوا متوازيين وموازيين لمحور الأنبوبة. ده لوجيك. أي فوتونات عشوائية أكيد يعني 1 أو 2 أو 10 أو 1000 أو مليون فوتون طالعين يا فندم متوازيين وموازيين ليه يا فندم؟ لمحور الأنبوبة. يعني طالعين في شكل إيه؟ أفقي. يعني ممكن جاوبتك على السؤال دلوقتي. فكان عاوز يفهمك اصلا الفعل الليزري بس، لكن المفروض تفهمي ان حتى يا فندم قبل الانبعاث المستحث دائما وابدا بيحدث انبعاث تلقائي في اي ليزر. لان الانبعاث التلقائي هو اللي هيطلع لي الفوتونات العشوائيه اللي بعض منها مترابط متوازي مع محور مين؟ الانبوبه. وده من اهم الاسئله اللي بتتكرر كتير جدا في اخر السنه. يقول لك ليزر الهيليوم نيون يحدث فيه انبعاث تلقائي، انبعاث مستحث، انبعاث تلقائي ومستحث. لا يحدث فيه اي شيء يا فندم، لا يحدث فيه الاثنين، تلقائي ثم مستحث. بس مين اللي بيقدر يعمل مستحث؟ هي الفوتونات المتوازيه والموازيه لمحور الانبوبه. هو دول يا فندم اللي هيمشوا في شكل مين؟ افقي. هم دول اللي هيحصل لهم عمليه تضخيم لشعاع مين؟ الليزر. فلما يا مستر بقى تخيل كده، لما يا فندم دوت يا فندم راح هنا ما خرجش، وهو راجع يا فندم هيلاقي مين؟ ذرات في وضع الاسكان مين؟ المعكوس. يا مستر ايه اللي يحصل لها؟ تبدا يا مستر بدل ما كانت 1 تبقى 2. وطبعا يا مستر مش هتخرج، تروح هناك تنعكس يا فندم، ايه اللي يحصل؟ تبقى الاثنين بقوا كام؟ 4، والاربعه يبقوا 8، والثمانيه يبقوا 16، ويحدث تضخيم للشعاع الضوئي الى ان يخرج من المرآة الشبه مين؟ المنفذة. وعشان كده الليزر ليه كام اتجاه من داخل من جوه الجهاز؟ اتجاه واحد، اتجاه شبه منفذ. عارف لو الليزر يا دكتور بالنسبه لك كان طالع من اتجاهين، طب تخيل بس الصاروخ يبقى عامل ازاي؟ يو فيو بلح. فلازم تكون يا فندم في مخرج واحد شعاع ليزر، لان هو ده اللي هيتوجه بيه كل الصواريخ، كل ده اللي هيتوجه اثناء العمليه. ما ينفعش وانا دكتور بعمل مثلا استئصال لاي حاجه الاقي نفسك انت بتتخيط من بره. فطبعا يا فندم ايه بالنسبه لك؟ ما ينفعش، لازم كل حاجه يكون لها اتجاه واحد من ده شعاع مين؟ الليزر. يبقى فكره يا فندم وجود الهيليوم كان عامل مساعد للوصول بذرات النيون لوضع الاسكان مين؟ المعكوس بالنسبه لك. طب مستر لما يوصل لوضع اسكان معكوس عشان خاطر يا فندم لما يجي يرجع في انبعاثات تلقائيه هيطلع فوتونات يا مستر عشوائيه. ولكن هذه العشوائيه يا دكتور بالنسبه لك مش لكلها، ده ان اكيد في 1 أو 2 أو 10 أو 1000 أو 10 أو مليون فوتون متوازي لبعضهم البعض وموازي لمحور الانبوبه. يعني قصده كان يقول لك يسير في وضع مين؟ افقي بالنسبه لك، بحيث يصطدم بالمرآة في وضع مستقيم فيرتد على نفس خط العمل. يلاقي شويه يا مستر مين؟ ليزر، شويه يا فندم مين؟ شويه نيون يا مستر مسار، فيرجعوا الوضع مين؟ الانبعاث المستحث. طب يا مستر لحظه، ما هو النيون كده يا مستر ادى دوره. لا يا فندم، مش هو رجع للوضع الارضي؟ يرجع يصار مره ايه؟ ثانيه، وتفضل شغال طول ما انت مشغل التفريغ والتسخين الايه؟ والتسخين. يقول لك طول ما انت يا دكتور عامل تفريغ كهرباء والتسخين يفضل النيون يرجع للارض ويرجع يرد ايه؟ تاني يا فندم المستوى الثاني، يرجع للارض ويرجع يرد المستوى الثاني، يرجع يرد المستوى الثاني الى ان تحصل على مين؟ شعاع
الليزر بشكل مستمر بالنسبه لك. ادي فكره الهيليوم نيون، ده فكره مين؟ الهيليوم نيون. يبقى يا دكتور تاني، هل يا مستر بالنسبه لك الهيليوم ده كان ليه دور؟ طبعا. مساعده في وصول بالنيون الى وضع الاسكان المعكوس. رقم 2 يا مستر بالنسبه لك ان انا عاوزك كمان يا فندم بالنسبه لك اخلي الهيليوم هو كمان يفقد فوتونات فوتونات عشوائيه، لان برضو بعض منها هيكون متوازي موازي المحور الانبوبه بالنسبه له. خلي بالك انت عندك يا دكتور اهو، انت عندك ادي لو انت من هنا اللي انت مثلا اهو المستوى الطاقه شبه مستقر في النيون اللي هو الثالث. يعني ادي يا مستر اهو بالنسبه لك، ادي يا مستر النيون، ادي الاول، ادي الثاني، ادي الثالث. في الهيليوم ادي يا مستر الاول، ادي مين؟ الثاني. دول ودول بيساووا بعض في الطاقه. فهي مستويات يا دكتور ايه؟ مستويات يا فندم مستقره. فالسؤال دلوقتي انا عاوز دوت يطلع لفين؟ لهنا. عشان لما يصطدم بذره نيون هنا تطلع هي كمان لفين؟ لهنا. امين؟ امين. طب السؤال دلوقتي يا مستر، طب دوت يا فندم ازاي النيون اللي هو يا مستر الهيليوم، لا اسف انا عاوز اصلا مستر مين الاول؟ انا عاوز الهيليوم ينتقل لهنا، فلما يخبط يا مستر في ذره مين؟ في ذره نيون تطلع هي كمان لفين؟ للمستوى الثالث. عشان تبقى طاقه ده قد طاقه تصادم هنا يا فندم بالنسبه لك. فلما يطلع للمستوى الثالث يا مستر ايه اللي يحصل بقى يا فندم؟ يبدا يا مستر يتحقق وضع الاسكان المعكوس لنيون. لان يا مستر الليزر هيخرج منين؟ يقول لك الليزر بقى تعالى النيون ده وهو يا مستر لما يحصل له انبعاث مستحث وهو راجع يا فندم يطلع لك فوتونات عشوائيه في جميع الاتجاهات لو كان انبعاث الاول ايه؟ تلقائي. لكن بعض هذه الفوتونات بتكون يا مستر فين؟ متوازيه وموازيه لمحور الانبوبه. اثناء ارتدادها بتلاقي ذرات نيون في وضع مين؟ الاثاره. فايه اللي يحصل يا مستر؟ تبدا يا مستر تعمل حاجه اسمها التضخيم اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبه لك. هو ده اللي احنا محتاجينه، التضخيم الشعاع الضوئي، عشان خاطر يخرج في الاخر من مرآة شبه مين؟ منفذه عن طريق الفوتونات، مش كلها، بعض من الفوتونات العشوائيه بتكون متوازيه لمحور الانبوبه، وهي دي المسؤوله عن تضخيم الشعاع الايه؟ الضوئي، هي دي المسؤوله عن انتاج شعاع مين؟ الليزر بالنسبه لك. امين؟ في كلمه بس عاوزين ناخد بالنا منها، كلمه وسطر. الراجل اول مره يقول لك ان التصادم بين الهيليوم والنيون تصادم غير مرن. شغلها كله في كومتون كان تصادم ايه؟ مرن. المره الوحيده اللي يقول لك دلوقتي تصادم غير ايه؟ مرن. ليه؟ لان انا قلت لك ان دي متقاربين في الطاقه، يعني مش بيساووا بعض ايه؟ تماما. يعني اصلا برضو المستوى الثاني في الهيليوم مش بيرفكت بالظبط يساوي المستوى الثالث في مين؟ في النيون. فعشان كده ما ينفعش يقول لك ايه؟ لما تصطدم ذره الهيليوم بذره النيون هتديها نفس مقدار الطاقه فتنقلها لمين؟ لهنا. فقال لك اكيد بيحصل حاجه، وفعلا بيحصل حاجه. تصادم ذرات مع بعض يا فندم، ودي جسيمات ماديه كبيره جدا بالنسبه لعالم الذره وعالم الالكترون طبعا. لما يصطدموا بعض اكيد بيولد قوه ايه؟ احتكاك، في حراره مفقوده. هي دي الحراره اللي خلت التصادم يكون نوع من انواع التصادمات الغير مرنه. عشان خاطر يا فندم برضو يبقى الراجل لغي لك فكره ايه؟ مش هما مثلا بيقولوا هنا متقاربين في الطاقه؟ طب ازاي متقاربين في الطاقه ولما يحصل مثلا التصادم انتقل بالظبط لنفس الايه؟ المستوى يا فندم او نفس مرحله الطاقه؟ قال لك تصادم غير مرن. كان عاوز يقول لك ان في جزء مفقود على هيئه الطاقه حراريه. امين كده يا دكتور؟ رقم 2. رقم 2 في سطر حلو قوي في الاخر يقول لك ايه بقى يا فندم؟ رقم كام؟ رقم 9 بيقول لك ايه؟ ذرات النيون التي هبطت الى مستوى الاثاره الاقل. ذرات يا فندم النيون التي هبطت الى مستوى مين؟ الاثاره مين يا فندم بالنسبه لك؟ الاقل. ايه اللي حصل لها يا مستر بالنسبه لك؟ يقول لك تفقد ما بقي منها من طاقه اثاره بطرق متعدده مثل التصادم او الانبعاث التلقائي كاشعاع حراري، وتهبط الى المستوى الارضي ثم تعود لتصار بالتصادم مره اخرى مع ذرات هيليوم مثاره اخرى. قلت لك في عالم الليزر ما بيعتبرش واحد واثنين، زي ما قلت لك قبل كده. بيعتبر يا دكتور بالنسبه لك ان انت عندك حاجه اسمها اي 0، حاجه اسمها يا فندم اي 0. اي 0 ده بالنسبه لعالم الليزر بس، على فكره العالم مين؟ الليزر بس. ده المستوى الارضي، ده المستوى اللي واقفه عنده كل الذرات اللي هي الغير مثاره. امين؟ يقول لك يا مستر في النيون بالنسبه لك انت لما تكون موصل لاول مستوى في النيون، واول مستوى بالنسبه لنا احنا اللي هو المستوى الثالث، صح؟ خلي بالك بالله عليك بس عشان الحته ديت ما تلخبطكش.
في عالم الليزر مفيش اول وثاني وثالث ورابع، لا في حاجه اسمها اي 0 وعندك اي 1. اي 1 ده اسمه في عالم الليزر مستوى الاثاره الاول. مستوى مين؟ الاثاره الاول، اللي هو بالنسبه لنا ايه؟ لو ده 1 وده مستر 2 ده مش كده، مش اثاره. افهم، لو ده 1 وده 2 دول مش ايه؟ مش اثاره، لان اصلا الهيليوم 2 النيون 2 كام؟ 8. فالاول والثاني مش اثاره، فاللي هو الاي 0 والاي 1. الاثاره تبدا منين؟ من اي 2 من اي، من هنا بلغه الليزر. بلغه الليزر يا رجاله يبقى مين؟ من عند الاي 2 اللي هو بالنسبه لنا مين اصلا في اللغه الكيميائيه بتاعتنا؟ اي 3. اللي هي كام؟ ايوه اي 3 اللي هو المستوى مين؟ الثالث. وهقولها تاني اهو، هقولها تاني. في عالم الكيمياء شغالين كده 1 2 3، فيبقى مستوى الاثاره بالنسبه لي مين؟ الثالث. في عالم الفيزياء بلغه الليزر بيقولوا كده، ده كده الاي 0. ما معنى كلمه اي 0؟ اي ان الذرات في المستويات الارضيه. يعني ايه مستوى ارضي؟ يعني غير مثاره، اي 0. فلما اقول لك يا فندم بالنسبه لك اي 1 ده المستوى مين؟ الثاني. واي 1 دوت ما يبقاش اثاره، لكن مين اثاره عندك؟ اي 2 اللي هو المستوى مين؟ اللي هو المستوى الثالث. واصل؟ لا خلي بالك من الحته دي، حته تلخبط اي حد، عشان الرسمه دي هتلخبطك لو انت قعدت تقراها من هذا الصبح مش هتفهمها. تاني، في الكيمياء 1 2 3، فالهيلي نيون عنده 1 و2، فيبقى الثالث هو الاثاره، صح كده يا دكتور؟ تعالى بقى في الفيزياء الواحد بيبقى اسمه 0 والاثنين بقى اسمه 1 والاثنين هتبقى مثلا اللي هو الثالث هتبقى اسمها ايه؟ 2. فانت عندك اي 0 بالنسبه لي اللي هو المستوى الاول اهو، وعندك الاي 1 اللي هو المستوى الثاني، ودي اصلا مستويات مش اثاره. مستويات ايه يا فندم؟ مش اثاره. طب ايه 2 يا مستر؟ اللي هو مستر المستوى الثالث اللي هو مستوى الاثاره. واصل الكلام ده يا دكتور؟ تعالى بقى الناحيه الثانيه. انت عندك مين؟ الهيليوم عنده 2، فالاي 0 هو المستوى الاول برضه مش مستوى الاثاره. مستوى الاثاره بتاعه مين؟ اللحظه بقى، اللي هو مين المستوى ده؟ اللي هو احنا عندنا في الكيمياء اسمه ايه؟ الثاني، صح؟ ده اسمه المستوى الثاني، صح كده يا دكتور؟ اللي هو بالنسبه لنا يا مستر هيبقى اسمه الاي 1 اللي هو يا فندم بالنسبه لك اللي هو عامله لك هنا ده. واصل؟ هم احنا في الكيمياء 1 2 3، هم شغالين في الفيزياء 0 1 2 3. واصل الكلام دوت؟ ها قول يا شاهين. ايوه، ما عشان كده انا بعد ما قلت اهو نبدا بقى نفهم الرسمه دي قصده بيها ايه، عشان نفهم بيها السطر رقم 9. ما كل حاجه لها حاجه بتاعتها. تاني، كيمياء 1 2 3 4 5، وانسى بقى الكيمياء، احنا مش في كيمياء، احنا فين؟ فيزياء. فيزياء ما بيبقى عندهمش حاجه اسمها 1 2 3 4 5 زي ما احنا عندنا 1 2 3 4 5 7. فاما في الفيزياء 1 2 3 4 5 7 ما لا نهايه. هي دي الفروقات بين الكيمياء والايه؟ والفيزياء. الفيزياء يقول لك لا احنا عندنا اي 0 المستوى الارضي وهو مستوى عدم الاثاره، والمستوى الاول في الثاني في الكيمياء هو الاول عندنا، والثالث في الكيمياء هو الثاني عندنا. عارف اللي هو بينقص ايه؟ بينقص 1. فيبقى يا فندم دلوقتي لما اقول لك مستوى الاثاره في اول مستوى اثاره في النيون الثالث، صح؟ اللي احنا سميناه مين؟ اي 2. امين كده يا دكتور؟ طيب اول مستوى اثاره في الهيليوم كان مين؟ الثاني اللي احنا سميناه يا دكتور اي 1. امين كده يا دكتور؟ المستويين دول متقاربين في الطاقه، اللي هي مستوى الطاقه شبه ايه؟ مستقر. فبيقول لك يا مستر بعد ما الهيليوم بيطلع للمستوى ده لان كميته اكبر فيطلع بكميات كبيره، يخبط في النيون هيطلعه فين؟ للمستوى الثاني. يقول لك هناك بقى احتمالات كم كتير ان ممكن اصلا النيون يرجع لحد هنا. مش ده اللي هيديني ليزر، مش ده الليزر المرئي بمعنى صح. الليزر المرئي بيطلع من النيون لما الالكترون يرجع يا مستر من هنا لهنا، ودي اسمها احتمالات الكم كانبعاث تلقائي. فبص وهو جاي يبص للاصفر ده عمال يطلع عشوائي برضه، عشوائي بس للاسف. ولو طلع ليزر اسمه ليزر غير مرئي مش شايفه، ممكن يكون ليزر اشعه الحمراء، ليزر حراري. ليزر ايه؟ حراري.
لكن الليزر المرئي اللي انا هاخده في ليزر الهيليوم نيون، لما يا مستر بالنسبه لك الباشا ده اللي هو مين؟ النيون، يرجع للمستوى يا مستر مين؟ الاول اللي هو الثاني عندنا في الكيمياء. ده لما يطلع بقى في مستر فوتونات عشوائيه، هو ده اللي بيعمل ايه يا مستر؟ التضخيم. بس خلي بالك، هو النيون كانت واقف فين؟ مش هنا؟ طب لما ترجع هنا مثلا كده في كده طاقه لسه موجوده فين؟ في الالكترون ده. يقول لك بقى يفقد ما تبقى من طاقه على هيئه اشعاع حراري. اقرا بقى صفحه رقم 9 وانت تفهمنا قصدي ايه. اقرا بقى، يقول لك ايه؟ واثناء عوده النيون الى المستوى يا فندم الاخر اثناء الانبعاث المستحث، يفقد ما تبقى منه من طاقه على هيئه اشعاع ايه؟ حراري. يعني في الاول والاخر النيون احنا بنتكلم عن الانتقال ده، لكن هو لازم نرجع فين برضو في الاخر؟ للمستوى الارضي مره ثانيه. بس هو راجع المستوى الارضي هيطلع لك اشعاع ايه؟ حراري. لكن المرئي هناخده منين؟ من المستوى ده للمستوى ده. واصل كام ده يا دكتور؟ وهو ده اللي بيفصل لك يا فندم بالنسبه لك فكره انت هتشتغل ازاي؟ فكره هتشتغل ايه؟ ازاي؟ واصل الكلام ده يا دكتور؟ انهي بقى مستوى طاقه شبه مستقر متفق بين النيون والهيليوم؟ المستوى الثالث اللي هو في الكيمياء رقم كام؟ 4. اللي هو في الكيمياء رقم كام؟ الثالث في الهيليوم هو اللي بيساوي الثاني في النيون كفيزياء. كايه؟ لكن الرابع في الكيمياء هو اللي بيساوي الثالث في النيون. بس كايه؟ ككيمياء. واصل؟ لان ده بيحصل برجاله بسبب ان الطالب واخد عليه 1 2 3 4 5. لا، هو 0 1 2 3 4 5. المستوى الاثاره الثالث في الفيزياء هو اللي بيساوي الثاني في الفيزياء في النيون. الثالث في الهيليوم هو اللي بيساوي الثاني فين؟ في النيون في الفيزياء. لو عاوز تترجمها كيمياء انا موافق وعلى دماغي، ترجمها كيمياء، قول دايما ده 1 2 3 4، يبقى الرابع في الكيمياء هو اللي بيساوي الثالث في الكيمياء في النيون. لو ده شيء هيلخبطك. وبقى كده ناقص 1. امين كده يا دكتور؟ واصل الكلام دوت؟ لان الرابع ده اللي هو الثالث، ماشي كده يا دكتور؟ هم دول اللي بيساووا بعض. الثالث في الهيليوم هو اللي بيساوي الثالث الثاني في نيون. ايه 4 بيساوي ايه 3 في الكيمياء وايه 3 بيساوي ايه 2 في الفيزياء. ده الهيليوم وده النيون. هيليوم نيون. لا انا بس بفهمك الارقام بس يا عبد الرحمن. انا ليه بقول لك بقى الحته ديت؟ عشان كلمه واحده جيت لك في الامتحان قلت لك ايه؟ يتم اثاره الهيليوم الى المستوى كام ويتم اثاره النيون مستوى كام بالنسبه لك يا دكتور؟ بيقول لك كده في الفيزياء، ده سؤال في الفيزياء اهو. انت اصلا الهيليوم ممكن يطلع المستوى الثاني وممكن يطلع المستوى مين؟ الثالث. انا بتكلم عن الكيمياء دلوقتي، بتكلم عن الكيمياء. ويطلع مستوى كام؟ الرابع. عارف اللي يهمك مين؟ الانتقال ده. هو ده اللي يهمك، هو ده اللي بيتحقق في الفيزياء، اللي هو من اي 0 لاي كام؟ 3. واصل كام ده؟ يعني هناك احتمالات كم ملهاش لازمه بتحصل. احنا مش كل احتمالات الكم بنحتاجها، احنا بناخد مين؟ الحاجات اللي هتدينا الليزر في الاخر. يبقى انهي انتقال في الطاقه محتاجينه في الهيليوم؟ من اي 0 الى اي 3. لكن ده ما يمنعش يا زياد ان في اي 0 لاي 1 وفي اي 0 لاي 2، بس كلهم بالنسبه لي صفر على الشمال، ما لهمش لازمه. ليه ده كله يا مستر؟ عشان اي 3 هو اللي بيساوي كام؟ 2 في مين يا دكتور؟ في نيون. وعشان كده لازم تكون فاهم ان في يا مستر في من اي 0 لاي 1 وفي من اي 0 لاي كام؟ 2. ولكن يا مستر مين اللي يهمك اصلا في الانتقال ده كله؟ اللي هو اي 0 2 اثناء الاثاره. عشان اي 2 في النيون هو اللي بيساوي اي 3 فين؟ في الهيليوم. عشان الرسمه دي بتعمل قلق
وبتعمل لخبطه، بس اللخبطه مش جايه من فكره حاجه غير فكره ان هم هنا في الفيزياء ما بيعتبروش 1 2 3 4، بيعتبروا 0 1 2 ايه 3. فانت يا ابن الناس عاوز ذاكرها كيمياء ذاكرها كيمياء. انا دايما بحب الطالب دايما اللي متعود عليه يتعود عليه، زي البي اتش كده والبي اتش احنا اتكلمنا فيهم الحصه اللي فاتت في الكيمياء. يتعود على الحاجه انت متعود عليها بس ناقص واحد. امين كده يا دكتور؟ وده انا عملتها كده اهو. ايه 4 بيساوي ايه 3 في الكيمياء، ناقص واحد بقى يبقى ايه 3 بيساوي مين؟ 2 في الفيزياء. شكرا يا عم. امين؟ عشان مين الانتقال اللي يهمك؟ كل ده بيحصل كل ده بيحصل، بس انهي الانتقال اللي بيهمك؟ من ايه 0 لايه 3، لان هو بيساوي ايه 0 لايه 2. نكتبها يعني ايه 0 الى ايه 2 في مين يا مستر؟ في النيون يساوي اي 0 الى اي 3 في الهيليوم. طبعا فيزياء. طالما قلت عشان كده لما كان بيطلع الاي 2 كان بيبقى مرن ان انت بتساوي بالظبط. الله عليك بس يا فندم. واصل الكلام ده يا دكتور؟ واصل الكلام دوت؟ عشان ده عشان تفهم الرسمه دي بس لا اكتر، لان الرسمه عجيبه شويه. اللي هي رسمه صفحه يا جماعه 270 فوق خالص، الرسمه اللي فوق. الرسمه اللي فوق انا رسمتها اصلا للاطلاع بس مش حاجه يعني. الرسمه اللي فوق خالص عشان تبقى فاهم يعني ايه 0 ايه 1 و2. في الفيزياء بيعتبروا ايه 0 1 2، في الكيمياء 1 2 3 4 5. هو ده الفرق الوحيد في كيفيه قراءه المستويات من الكيمياء والفيزياء. فاكتب بس الجمله دي هتفهمك كل اللي قصدي عليه. ده اكتبها بس لا اكتر، ده كده فيزياء او ده كده فيزياء عشان كان واضح. واصل؟ هل في احتمالات اخرى بتحصل؟ كلها بتحصل، ولكن مين اللي يهمك؟ من اي 0 لاي 2 في بالنسبه لك النيون، ومن اي 0 لاي 3 فين؟ في الهيليوم. هو ده اللي يهمك. وهي دي الانتقالات اللي احنا محتاجينها عشان تيجي الليزر. لحظه، الليزر المرئي يا تسنيم طالع منين؟ من نيون صح؟ من انهي انتقال؟ من اي 2 الى اي كام؟ 1. طب من اي 1 ل 0 اشعاع ايه؟ حراري. لان لازم تحافظ في الاخر على قانون بقاء الايه؟ الطاقه. انا اديت لك طاقه توصل من هنا لحد هنا، حلو، وانت يا فالح في جزء رجعت بيه فعلا، بس ده برضه ما يهمنيش. لكن مين اللي يهمني؟ الجزء ده. طب الجزء ده لما رجع مثلا لسه فيه شويه طاقه، ما عارف هيرجع للمستوى الارضي وهيفقد جزء الطاقه دوت على هيئه اشعاع ايه؟ حراري بالنسبه لك. امين؟ رد عليا امين. ها؟ قول. في أي سؤال؟ قول يا رامز. صفا قول. محمد قول بجد. قول. طيب. لا، كل اللي يهمني انا سألتك سؤالين دلوقتي. هل بيحصل انبعاث تلقائي؟ نعم. 2، هل دي الكمات فقط اللي بتحصل؟ لا، هناك كل الكمات مفتوحة. لكن انهي كم يهمنا يا دكتور بالنسبة لك اثناء الإثارة؟ اثناء الإثارة من 0 ل 2 في النيون، ومن 0 ل 3 فين؟ في الهيليوم. اشمعنى؟ لأن اي 3 في الهيليوم يساوي اي 2 فين؟ في النيون. ده رقم 1. 2، ايه الكم من الطاقة اللي بيطلع لك الليزر؟ من اي 2 لاي كام؟ 1. بس يا مستر لحظة، بس كده في طاقة بيفقد هذه الطاقة على هيئة إشعاع حراري. فدايما أثناء خروج الليزر بيطلع إشعاع ايه؟ حراري. فدايما تلاقي الجهاز ايه؟ سخن مولع معنى صح. دي الاسئله تخلي بالك دي الاسئله تخلي بالك من الاكثر والاقل. بس اشمعنى هيليوم ونيون؟ عشان خاطر يا فندم بالنسبه لك الهيليوم والنيون عندهم مستويات طاقه شبه مستقره، اللي هو الاي 3 فين؟ في الهيليوم، وعندك الاي 2 فين؟ في النيون. كفيزياء مش ككيمياء. هتتلخبط ذاكرها كيمياء واطرح واحد رمي بس، ولا تشيل هم خالص. معايا كده يا جماعه؟ ها؟ امين؟ ردوا عليا امين. هو دي اللقطات اللي محتاجها منك لا اكتر ولا اقل، غير كده الكلام كله سهل. لحد دلوقتي الليزر فيه مشكله يا دكاتره؟ الليزر فيه مشكله دلوقتي؟ طيب استخدمناه في حاجات كتير. الليزر هيليوم نيون مرئي ولا غير مرئي؟ مرئي. طب السؤال التاني، تطبيق انبوبه الهيليوم والنيون في انبوبه الكوارتز بينتج عنها اشعه مرئيه فقط، اشعه غير مرئيه فقط، اشعه مرئي وغير مرئي، مرئي وغير مرئي، لان في اشعه ايه؟ حراري بيطلع.
بيحدث معاه تلقائي فقط، مستحث فقط، مستحث وتلقائي، مستحث ترتيبه التلقائي اولا ثم المستحث ثانيا. بالله عليك هو دي والله كل الاسئله اللي جت فين؟ في الليزر في الجزئيات ديت. امين؟ امين. امين. ده مستر مين؟ الليزر. صراحه الجزئيه دي لو شرحناها هنطول فيها. الساعه كام؟ ونص. لا لا لا، هو تقول لا لا لا. هو الحصه الجايه اصلا هياخد مني بالظبط نص ساعه والحل هيبقى ساعه ولا حاجه. مش فاهم كام مره. طب احنا كنا محددين لحد كام؟ حد 20؟ هنكمل البيت ده دوت واجب؟ امين؟ الحصه الجايه انا هسمع في الاول الليزر. ايوه، لان هو معظمه نظري مش مسائل وقوانين. حياة امي لا سمع. طبعا الناس اللي عند مستر هاني حمدي هساله في اخر الحصه، مفيش حاجه بعدكم، فانت ما تعال براحتك متاخر براحتك عادي، كده هتتسال. امين.